ازيكم يا شباب. النهارده هبدأ شرح أو مراجعة ليلة الامتحان في علم الاجتماع. العلم الاجتماع بيتكون من 3 أبواب. تمام. علم الاجتماع كله عليه 25 سؤال، وعلم النفس عليه 25 سؤال، يبقى كلهم كام؟ 50 سؤال. علم الاجتماع كام؟ 25 سؤال. ال 25 سؤال دول بيتوزعوا على علم الاجتماع كلهم، وعلم الاجتماع كلهم 3 أبواب، كل باب عليه مجموعة من الأسئلة. الباب الأول إن شاء الله هيجي منه حوالي 9 أسئلة. تمام كده؟ طيب، والباب التاني ان شاء الله تقريبا 10 اسئله، يبقى احنا كده معانا كام؟ 19 سؤال. يتبقى كام من 25؟ 6 اسئله دول على الباب كام؟ الباب التالت. طيب، تعالوا نشوف الباب الاول. الباب الاول ده بيتكون من 4 فصول، والباب التاني برضو من 4 فصول او 4 دروس، والباب التالت بيتكون من 3 فصول. طيب، الباب الاول، الفصل الاول فيه بيتكلم عن حاجه اسمها النظريه في علم الاجتماع. الفصل ده هيجي منه سؤال واحد غالبا ان شاء الله. طيب، وغالبا في جزئية اسمها وظائف النظرية. اسمها ايه؟ وظائف النظرية. طيب، ايه هي وظائف النظرية ديت؟ دي جزئية كده يا شباب من الجزئيات اللي موجودة في الفصل الأول. تمام؟ طيب، الفصل ده فيه كذا جزئية. الجزئية فيه، أول جزئية فيه بتتكلم عن تعريف علم الاجتماع. تعريف علم الاجتماع، عفوا تعريف النظرية في علم الاجتماع. تعريف النظرية في علم الاجتماع، بعد كده عناصر بناء النظرية في علم الاجتماع، بعد كده وظائف النظرية في علم الاجتماع، بعد كده نماذج لإحدى النظريات في علم الاجتماع. من ضمن هذه النظريات اسمها نظرية اسمها النظرية البنائية الوظيفية. طيب، تعالوا نشوف، هنشرح في عجالة سريعة كده أول جزئيتين قبل ما نخش كده في الوظائف. تمام. اول جزئيه معانا وهي تعريف النظريه. يعني ايه نظريه؟ نظريه هي معلومات، معرفه بتفسر جوانب مختلفه من الواقع، او بتفسر الظواهر الموجوده في الواقع. تمام كده؟ طيب، زي ايه؟ زي عندي كده نظريه التعلم بالمحاوله والخطا. تمام. بتفسر ازاي احنا بنتعلم عن طريق المحاوله والخطا. يعني بنحاول ونغلط، نحاول ونغلط. دي اسمها ايه؟ التعلم بالمحاوله والخطا. طيب، النظريه بتفسر جوانب مختلفه من الواقع، وزي نظريه الايه؟ الجاذبيه بتاعت نيوتن. النظريه ديت بتفسر جانب من الواقع وهو الطبيعه، وازاي الكائنات بتسقط على الارض او الاشياء بتسقط على الارض بسبب ان في حاجه اسمها جاذبيه. صح كده؟ طيب، يبقى النظريه ايه؟ بتفسر جوانب مختلفه من الواقع. طيب، نيجي لعناصر بناء النظريه. عناصر بناء النظريه بيتكون من 8 عناصر. اول عنصر معانا هو اسمه الشكل الاساسي. ايه هو الشكل الاساسي؟ يعني العنوان، الفكره الرئيسيه اللي بيدور حواليها النظريه. زي ايه؟ بنيجي نقول نظريه التعلم بالمحاوله والخطا. النظريه اسمها المحاوله والخطا، يبقى خلاص انا عرفت فكرتها الاساسيه ان احنا بنتعلم عن طريق المحاوله والخطا. طيب، تاني جزئيه معانا في العناصر وهي ايه؟ مجموعه من الافتراضات او مجموعه من التصورات. فالتصورات هي الافتراضات، خلاص، الافتراضات اللي بتقوم عليها النظريه. طيب، بعد كده بنتكلم عن مجموعة من الأحكام. إيه هي الأحكام؟ القضايا والافتراضات برضو والأفكار اللي بتدور فيها النظرية. طيب، نيجي بعد كده وهي التعريفات الإجرائية اللي موجودة جوه النظرية. طيب، التعريفات الإجرائية لكل عنصر من عناصر النظرية يعني إيه؟ يعني مثلا المصطلحات والمفاهيم الموجودة جوه النظرية بنبدأ نعرفها. زي مثلا نظرية التعلم بالشرط الكلاسيكي، عندنا مفاهيم زي تعلم المثير الطبيعي والمثير الشرطي والمثير المحايد والاستجابة الطبيعية والاستجابة الشرطية. كل مفهوم من ده بنبدأ نعرفه. طيب، اسمه تعريف إجرائي، يعني بعرفه من خلال الإجراء اللي بيتم عليه أو بيتم من خلاله. يعني بقول المصطلح ده إيه اللي بيحصل لما نقول هو ده. يعني المثير الطبيعي ده المثير اللي بيحصل لما أنا بطلع استجابة طبيعية. بمعنى يعني مثلا اكون جوعان وانا خلاص بروح اتناول الطعام، يبقى ده خلاص اسمه ايه؟ استجابه طبيعيه ان انا بتناول الطعام. تمام. واللي خلاني اكل هو الجوع، فده اسمه ايه؟ مثير طبيعي. خلاص، يبقى دي اسمها ايه؟ تعريفات اجرائيه. طب بعد كده المنهج المستخدم. طيب، يعني ايه منهج مستخدم؟ طيب، المنهج اللي بيستخدمه العالم علشان يختبر النظريه بتاعته او الافتراضات بتاعته. زي كده ما استخدم ثورندايك في نظرية التعلم بالمحاولة والخطأ التجربة ان استخدامها ايه؟ عمل تجربة على القط. خلاص. طيب، بعد كده تحليل البيانات. التجربة اللي عملها ثورندايك تجربة دقيقة، بمعنى ان هو كل حاجة بتحصل في التجربة لازم تبقى عبارة عن بيانات. يعني ايه؟ يعني نشوف القطة مثلا قعدت وقت قد ايه في اول محاولة،
وتاني محاولة، ويسجل الزمن ويسجل كل محاولة وهكذا. دي بتبقى عبارة عن بيانات رقمية، وبعد كده يشوف البيانات دي بتدل على ايه، وبعد كده اخر او قبل الاخيرة وهي تفسير النتائج، يشوف النتيجة البيانات دي بتدل على ايه وهكذا. وبعد كده اخر حاجة تقييم النظرية، يعني بنقيم بقى التجربة بتاعته تمت صح ولا غلط ولا اغفل حاجة مثلا عالم. وبعد كده بنشوف من الناحية المنطقية هل الأسباب اللي بيقولها العالم هل تؤدي للنتائج اللي احنا بندرسها ولا لأ. تمام. دي كده في عجالة سريعة عناصر بناء النظرية. نيجي بقى للجزئية الأهم وهي وظائف النظرية اللي إن شاء الله هيجي منها سؤال في الامتحان. تعالوا نشوف إيه وظائف النظرية. النظرية دي بتعمل إيه للباحث؟ يعني وظيفتها إيه؟ دورها إيه؟ تعالوا نشوف وظائف النظرية. أول حاجة معانا وهي إيه؟ تحديد الاتجاه الأساسي للعلم. تحديد الاتجاه الأساسي للعلم. يعني ايه؟ يعني النظريه بتحدد مسار واتجاه الباحث. يعني ايه؟ يعني مثلا دلوقتي انا جيت قلت لك لو سمحت اعمل لي بحث عن الكوره، هتقول لي طب اعمل ايه بحث عن الكوره؟ عن ايه بالظبط يا مستر؟ يعني ابحث في ايه بالظبط؟ يعني في الاهلي، في الزمالك، الكره مثلا المحليه بتاعتنا ولا الكره الاوروبيه، ولا ابحث مثلا في الاسعار الجانب الاقتصادي، ولا ابحث في الجانب الاجتماعي، ولا ابحث في ايه بالظبط؟ يعني انت عايز معلومات في انهي اطار بالظبط، في انهي ناحية بالظبط. وبالتالي النظرية هي اللي بتقول لي انت هتجمع معلومات في انهي ناحية. انا اقول لك لا، انا عايز تعمل لي بحث عن الجانب الرياضي، الكورة عن الجانب الرياضي في مصر مثلا. يبقى انا كده ايه، حددت لك هتجيب معلومات في ايه بالظبط. يبقى النظرية بتعمل ايه؟ بتحدد المسار، انت هتجمع في انهي مسار، هتمشي في انهي طريق. يبقى احنا لو اتكلمنا عن المسار، اتكلمنا عن البوصلة، المصباح، بنتكلم عن توجيه، ارشاد، بنتكلم عن آه خريطة، خلاص. بنتكلم عن حاجة بتهدي، خلاص. يعني الهدي بتاع الباحث او الهدي بتاعه او الطريق بتاعه، اي حاجة فيما يفيد التوجيه والارشاد والطريق والانارة، وان هو بتوجهه لحاجة معينة، يبقى ده ايه؟ تحديد الاتجاه الاساسي للعلم. نيجي نقول النظرية أشبه بالخريطة، الخريطة تهدي السائر والنظرية تهدي المتصرف في مادة العلم. اختلاف العلماء حول دراسة ظاهرة من زوايا مختلفة. كل ده بنسميه إيه؟ تحديد الاتجاه الأساسي للعلم. خلاص؟ طيب تعالوا نشوف بعد كده الجزئية اللي بعد كده وهي إيه؟ تقديم إطار تصوري. تقديم إطار تصوري، يعني إيه تقديم إطار تصوري؟ نفس فكرة تحديد اتجاه الأساسي للعلم، ولكن إحنا بنتكلم في حتة ان النظرية بتخليني افهم العلاقات بين الظواهر. يعني النظرية بتخليني اعرف علاقة بين البطالة والجريمة، العلاقة بين مثلا الكورة والبورصة مثلا، خلاص. يبقى انا اتكلمت في حتة ادراك علاقات، تفسير اسباب ونتائج، تحليل. كل ده احنا بنختار تقديم اطار تصوري. تحديد الابعاد، العلاقات التي علينا ندرسها، المجال الذي يستطيع في ضوءه ان يختار من المعلومات ما يصلح للتجريد وينسقها ويحدد العلاقات بينها، الاداه القادره على التفسير والتحليل. كل اتكلمنا عن النظريه انها بتعمل كل ده، ان هي الاداه القادره على التفسير والتحليل، يبقى احنا بنتكلم عن تقديم اطار تصوري. ادراك الابعاد، ادراك العلاقات، يبقى احنا بنتكلم عن تقدير اطار تصوري. طيب تعالوا نشوف الجزئيه اللي بعد كده او الوظيفه اللي بعد كده وهي ايه؟ تلخيص الوقائع. يعني ايه تلخيص الوقائع؟ يعني بيقول لي هنا كده ان كل مفهوم وكل قانون في النظريه تلخيص لعدد كبير جدا من الملاحظات. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ان انا دلوقتي مثلا اتكلمنا عن نظريه بتتكلم عن الذره، او بتتكلم عن حاجات تخص الذره، فمفهوم الذره في حد ذاته هو مفهوم فيه حاجات كتيرة جدا وأبحاث كتيرة جدا اتعملت عن الذرة، من أول أرسطو لحد دلوقتي أبحاث كتيرة جدا عن الذرة، عن النيوترونات والإلكترونات وحركة الإلكترونات وحركة النيوترونات وتركيب الذرة، والذرة دي لا جواها جسيمات، والجسيمات دي ممكن مش عارف يحصل بينها ارتباط، وحوارات كتيرة جدا وأبحاث كتيرة جدا. طب تعالوا نشوف مثلا الخلية الحية. الخلية الحية ديت مفهوم في علم الأحياء اهوت بيضم ملاحظات كتير، خلاص اتعملت على الخلية الحية. بنتكلم مثلا عن حاجة اسمها النواة والسيتوبلازم والجدار والبروتوبلازم، وجوه النواة نفسها حاجة اسمها الشبكة الكروماتينية اللي فيها المادة الوراثية أو الكروموسومات. حوارات كتير وحاجات كتيرة جدا 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 بتدور جوه مفهوم واحد بس، هو اسمه ايه؟ الخلية الحية أو الذرة. تمام. طيب مثال بسيط، مثلا الكون مليان المجرات والكواكب والنجوم، حاجات كتير. والمجرة فيها حوارات، والنجم عبارة عن حوارات. يعني كلمة نجم ده عبارة عن حاجات كتيرة جدا وملاحظات وأفكار والنظريات بتتكلم عن مجرد
لفظ اسمه النجم. وهتلاقي حاجة انواع اللي اسمه النجم: النجم النيوتروني، والنجم الاسود او الثقب الاسود، وهكذا، وحاجات كتيرة جدا. اذا احنا هنا بنتكلم عن مفاهيم او قوانين بتلخص ملاحظات كتيره وابحاث كتير جدا اتعملت عن الجزئيه دي او الحته دي. عشان كده بنسميها ايه؟ تلخيص الواقع. عشان كده لو اتكلمنا عن قوانين او مفاهيم، اختصارات، نبذه، اختزالات، ايجازات، موجزات، كل ده بنتكلم عن تلخيص الواقع. لو اتكلمنا في حته خارج كلام ما قال ودل، جمع المتشابهات معا لكي تكون الامور اكثر وضوحا، قوانين توفر لنا الوقت والجهد، تلخيص في كلمه واحده، كل ده بنتكلم عن تلخيص الايه؟ الواقع. طيب الجزئيه اللي بعد كده التنبؤ. طيب التنبؤ دي ما فيهاش شرح قوي، هي خلاص واضحه. كلمه تنبؤ بتنبأ باللي هيحصل في المستقبل. وكلمه تنبؤ تعالوا نشوف المفردات والمفاتيح اللي بتدل على التنبؤ: توقع، خلاص، احتمال حدوث، ربما يحدث، يؤدي إلى نتائج، مترتب على، ينتج عن ذلك، شيء يمكن أن يحدث لاحقا في المستقبل. كل ده بنتكلم عن إيه؟ عن التنبؤ. طيب الجزئية اللي بعد كده احنا بنتكلم عن إيه؟ تحديد أوجه النقص. طيب تحديد اوجه النقص دي بنتكلم عن ايه؟ معرفه الثغرات والفجوات، جوانب الخلل ونقاط الضعف. خلاص، تحديد اوجه النقص يعني النظريه بتوضح لي ايه اللي ناقص في المعرفه. لما النظريه بتلخص كل المعارف في جانب معين، فانا خلاص لميت كل المعارف في جانب معين، فانا بعرف ايه اللي ناقصنا عشان ابحث فيه واعرف فيه معلومات تانية. خلاص. طيب عشان كده لو اتكلمنا عن معرفة الثغرات والفجوات، جوانب الخلل، جوانب القصور، جوانب الضعف، يبقى احنا بنتكلم عن تحديد اوجه الايه؟ النقص. لا تتوفر لديك معرفة كاملة، عدم الإلمام، إغفال بعض الجوانب، جهل وعدم معرفة بالأشياء، نقص وقلة معارف، كل ده بنتكلم عن أو ضعف المعلومات، عن تحديد أوجه النقص. طيب ترشيد التطبيق، اخر حاجه بنتكلم فيها في الوظيفه هي ترشيد التطبيق. ايه هي ترشيد التطبيق؟ يعني النظريه عباره عن علم، والعلم الغرض منه هو تطبيق العلم ده في الواقع، نستفيد منه. فطالما اتكلمنا عن الاستفاده، التطبيق، العمل، الفعل، كل ده بنتكلم عن ترشيد الايه؟ التطبيق. الهدف النهائي السيطره على الطبيعه، خلاص، الاستفاده، التنفيذ، الجدوى، الاستفاده، التحقق في الواقع، خلاص، آه الفعل وليس القول. تمام. نقل المعلومات النظريه من دايره الذهن الى الواقع. لما ننقل المعلومات من الدايره من النظر الى الواقع، خلاص، او من النظر الى الفعل، كل ده بنتكلم عن التطبيق. الاختراعات، الابتكارات، كل ده بنتكلم عن التطبيق. طيب كده وظائف النظريه اظن وضحت، وان شاء الله نقدر نحل عليه. طب تعالوا نشوف بقى جزئيه كده بسيطه علشان ما نغفلهاش، وهي ايه؟ وهي معاني النظريه. طيب تعالوا نشوف ايه هي معاني النظريه. مش معاني النظريه نفسها، لا، معاني النظريه البنائيه الوظيفيه. ودي نموذج من النظريات في علم الاجتماع اسمها البنائيه الوظيفيه. خلاص. النظريه ديت منتهى البساطه كده بتتكلم في ايه؟ بتقول ان المجتمع عباره عن كل متكامل في اجزاء، وكل جزء له وظيفه، والوظيفه ديت بتبقى متفاعله او وظيفه ديناميه لانها بتاثر وبتتاثر. تمام كده؟ يعني ايه؟ يعني كده زي ما يكون بيقولك كده مثلا المجتمع ده عامل زي العجلة من الآخر، والعجلة دي مكونة من أجزاء، كل جزء له دور وظيفة بس بيكمل مع الجزء التاني. يعني ما ينفعش مثلا أعزل الجنزير عفوا مثلا أو الكاوتشات عن العجلة وأقول ينفع إن أنا مثلا أستخدمه لوحده. لا، ما ينفعش. العجلة كلها كل متكامل، كله بيؤدي دور وظيفة زي العربية. خلاص. الموتور والبنزين والهيكل والكاوتشات كله بيشتغل مع بعض، كله بيأدي وظيفة، بس كل وظيفة بتأثر في الكل كله اللي هي العربية كلها، وبتكمل باقي الوظائف. خلاص. ما ينفعش احط بنزين والكاوتشات نايمة اقول لك ما كده العربية تمشي. لا، ما ينفعش. ما لازم كله يكون ايه؟ بيأدي وظيفته عشان كله او العربية كلها تشتغل. المجتمع عبارة عن كده. المجتمع عبارة عن أنظمة: نظام اجتماعي، نظام اقتصادي، نظام تربوي، نظام تعليمي، نظام ترفيهي، كله بيأدي وظيفة، وكل وظيفة بتخدم على التانية، وكل وظيفة بتأثر بالتانية. وبالتالي عشان كل المجتمع يستمر ويستقر لازم كل المجتمع، كل الأجزاء دي تكون فيها إيه؟ متكاملة بعضها البعض. خلاص. بس هي دي كده النظرية البنائية الوظيفية. المعنى الأول بتقول هي الإسهام الذي يقدمه الجزء للكل. زي مثلا كده الكاوتشات بتقدم إسهام هو جزئي للكل. فالكاوتشات لما تكون منفوخة وتمام، خلاص العربية تشتغل. بس مش كل حاجة، ولكن كل جزء له إسهام ووظيفة. المعنى الأول الإسهام الذي يقدمه الجزء للكل. تمام. وده بيميل لدوركايم وبراون ولينفسكي. خلاص. زي مثلا اسهام المعلم للمدرسه، الطبيب للمرضى، العدد القليل يقدم فائده للعدد الكبير. كل دي مفاتيح بتدل على المعنى الاول. المعنى الثاني هو الاسهام الذي يقدمه الكل لجزء، يعني العكس بقى. تمام. ما يقدمه المجتمع للجماعات الصغيره، زي مثلا ايه؟ الدعم كده او التموين. خلاص. طيب، او الشركه بتقدم خدمه لعمالها، او المدرسه بتقدم خدمه لطلابها. يعني بنعكس بقى، الدوله بتقدم خدمه لشعبها،
خلاص. طيب فاحنا بنعكس، يعني مثلا كان انا معلم بعلم الطلاب، فانا بادي اسهام للكل وهو ايه؟ المجتمع. ولما المجتمع بيديني مرتب، فالمجتمع او بيدي المعلمين او بيخدم المعلمين وبيدي المعلمين مرتبات، فكده المجتمع بيدي ايه؟ اسهام لكل الايه؟ للجزء. وضحت كده؟ طب المعنى التالت بيقول ايه؟ دراسه الظواهر الاجتماعيه بوصفها عمليات او انساق الابنيه اجتماعيه مثل نسق القرابه ونسق الاسره. يعني الوظيفه او قصدي المجتمع، الظواهر الاجتماعيه فيه عباره عن ايه؟ عباره عن اثار او نتائج او عمليات لانساق او انظمه اجتماعيه. كلمه نسق يعني نظام او بناء اجتماعي، وكلمه نظام يعني بناء، وكلمه بناء يعني نسق. خلاص. طيب فمثلا نسق القرابه، نسق الطبقه، تمام، نسق الاجتماعي، نسق التعليم، نسق التربية، كل ده بينتج عنه ظواهر. خلاص. يعني الثانوية العامة هي ظاهرة جاية من النسق التربوي، تمام، أو النسق التعليمي. البطالة مثلا من النسق الاقتصادي، تمام. أه حاجات كتيرة جدا عبارة عن هي نتائج أو آثار لأنساق اجتماعية. تعالوا نشوف الافتراضات بتاعة النظرية. طيب ايه هي افتراضات النظرية؟ افتراضات النظريه اول حاجه معانا وهي تحليل المجتمعات تاريخيا على انها انساق ذات اجزاء متداخله. يعني لازم نحلل المجتمع في فتره تاريخيه معينه على انه انساق ذات اجزاء متداخله. بمعنى انك لو في ماده التاريخ، لو لاحظت في ماده التاريخ هتلاقي مثلا حاله المجتمع في عصر محمد علي، او حاله المجتمع مثلا في العصر الفرعوني. طيب النظام الاجتماعي كان عامل ازاي، والنظام الاقتصادي كان عامل ازاي، والتربيه والعادات والتقاليد والنظام المعتقدات والزواج، كل ده انا بدرس المجتمع على انه انساق ذات اجزاء متداخله. خلاص. طيب بناء المجتمع متداخل مسكن الحي، الكل اكبر من مجموع اجزائه. المجتمع معقد، لو لقينا المفاتيح دي كلها، لو اتكلمنا عن المجتمع متداخل، لو اتكلمنا عن المجتمع كل اكبر من اجزائه، لو اتكلمنا عن المجتمع معقد تتداخل اجزائه، لو اتكلمنا عن الحرب مثلا او كورونا تداخل فيها الوضع السياسي مع الوضع الاقتصادي، كل ده بنتكلم عن ايه؟ انساق ذات اجزاء متداخله. علاقه السبب والنتيجه، علة ومعلول، السبب والنتيجه، ظاهره وسببها، ظاهره تؤدي لظاهره، كل ده طبعا بنتكلم عن علاقه السبب والنتيجه. لو اتكلمنا عن مثلا ظاهره وظاهره سبب، البطاله والجريمه مثلا، البطاله مثلا والادمان وهكذا، كل ده بنتكلم عن ظاهره وسبب ظاهره تانية. لو اتكلمنا عن الفرض الثاني او الثالث وهو توازن ديناميكي بين الانساق الاجتماعيه، في حالة الأنساق الاجتماعية في حالة توازن ديناميكي متفاعل، حالة من الثبات النسبي لكنه قابل للتغير، دينامي متغير ليس استاتيكي وجامد وثابت. لو لقينا الكلمات دي كلها أو الأفكار دي كلها يبقى احنا بنختار توازن ديناميكي. يعني ايه توازن ديناميكي؟ يعني الأنساق الاجتماعية متوازنة مع بعضها البعض. يعني ايه متوازنة مع بعضها البعض؟ يعني لما حاجة بتتغير الحاجات التانية كمان هي بتتغير. يعني مثلا لما دخلت التكنولوجيا في الصناعة مثلا، أصبحت التكنولوجيا كمان موجودة في باقي الأنساق الاجتماعية، موجودة مثلا في الأسرة، موجودة كمان في التعليم. بقى التعليم بنستخدم مثلا التابلت والإنترنت والمنصات الاجتماعية وهكذا. خلاص. طيب التكامل التام لا يمكن حدوثه. خلاص، لا يحدث، لكل نسق له انحرافاته. فلو اتكلمنا عن القصور، اي حاجه بتوازي كلمه انحراف او بتفيد الانحراف زي القصور والنقص والعجز. فشل الدوله المتقدمه في حاجه معينه، بنتكلم مثلا عن فشل في حاجه معينه. بنتكلم عن سلبيات، بنتكلم عن مثلا جريمه وانتحار، نقاط ضعف، عيوب، قصور، كل ده بنتكلم عن ايه؟ تكامل تام لا يمكن ايه؟ حدوثه. يعني هنا بيقول لي ان مفيش مجتمع هتلاقي كل حاجه بتأدي وظيفها كما يجب ان يكون، لا، لازم هتلاقي فيه قصور وعيوب في نسق معين، في نظام معين، كل حاجه فيها ايه؟ الخلل بتاعتها. التغير بطيء. يعني ايه التغير بطيء؟ يعني التغير بيحتاج فتره طويله لما يحصل التكيف. ما هو التغير عباره عن ايه؟ التغير عباره عن تكيف ما بين النسق وما بين الاحداث او المؤثرات الخارجيه. يعني مثلا التكنولوجيا دي مؤثر خارجي، خلاص تكيفنا مع التكنولوجيا، فإننا بنستخدم التكنولوجيا تقريبا في معظم حياتنا كلنا. بنتسوق عن طريق التكنولوجيا، عن طريق طبعا المواقع، بنعمل عن طريق التكنولوجيا، عن طريق الانترنت. يعني الانترنت لما دخل حياتنا خلاص تكيفنا معاه وبقينا، بس الكلام ده خد وقت طويل شويه. طيب التغير يحدث من خلال التكيف خارج النسق، يحدث نتيجه الابتكارات الاختراعات اللي بتحصل من خارج الايه؟ المجتمع. تعالوا بقى نشوف الاسئله بتاعه الامتحانات في الدرس ده. هنلاقي معظم الاسئله فين، او يمكن كل الاسئله فين؟ في الوظائف. معلش لو طولت في الشرح، بس يعني انا بشرح لبعض للطلبه اللي ما تكونش مثلا فاهم اي حاجه وعارف اي حاجه طبعا عن الفصل ده. فاللي عارف او اللي فاهم يجري الفيديو ويخش يبقى طبعا معانا فين؟ في الاسئله على طول. خلاص. طيب
تعالوا نشوف اسئله الامتحانات اللي جت في الجزء ده. اول سؤال معانا بيقول لي ايه؟ بيقول لي هنا كده: تواصل أحد الباحثين الاجتماعيين لأن التكنولوجيا الغريبة تؤدي إلى الهبوط الحاد في معدلات المواليد، كما أن هناك هبوط نسبي ضئيل في معدل المواليد لدول ما، وذلك من خلال المظاهر الأولية. وبهذا نتوقع أن خلاص، هو قلنا هذا نتوقع، يبقى ده إيه؟ خلاص تنبؤ بالواقع، فالموضوع إيه؟ واضح خالص. تمام؟ طيب تعالوا نخش في السؤال اللي بعده. بيقول هنا إيه؟ أكد علماء الاجتماع أن القوانين توفر لنا الوقت توفر لنا. طالما اتكلمنا عن التوفير في الوقت والجهد، يبقى احنا بنتكلم عن ايه؟ تلخيص الوقائع. مش لازم نكمل بقية العبارة. طيب السؤال اللي بعد كده: تؤكد خبرات البحث العلمي أنه جميع البيانات بلا نظرية موجهة يسلمنا إلى بيانات صماء عمياء. طالما اتكلمنا عن التوجيه اهو، خلاص الكلمة واضحة، توجيه وتحديد اتجاه، خلاص يبقى هي ايه؟ تحديد اتجاه الأساسي للعلم. تمام. بس ده مش معناه ان انا شفت كلمه توجيه يبقى هو تحديد اتجاه الاسلام. احنا بس لازم ايه؟ نقرا العباره ونكمل الاخر. خلاص. يعني نظريه موجهه يسلمنا لبيانات صماء عمياء فاقده المعنى والوظيفه، لذلك تحدد مسار البحث وتوجهه نحو تناول الموضوعات. خلاص هي واضحه خالص ان هو بيتكلم عن توجيه مسار البحث، يعني بنتكلم عن تحديد الاتجاه الاساسي لايه؟ للعلم. طيب نيجي بقى للسؤال اللي بعد كده. أكدت الدراسات الاجتماعية النظرية العلمية تعد نقطة الانطلاق لما حيث تمد الباحث بالحقائق والمفاهيم التي تساعد على تحديد الأبعاد والعلاقات. طالما اتكلمنا عن تحديد علاقات، يبقى احنا بنتكلم عن ايه؟ تقديم إطار تصوري زي ما احنا قلنا في البداية. طيب تعالوا نشوف السؤال اللي بعد كده، وهو الدور الأول مصر 2022. بيقول هنا كده في السؤال ده هوت: بناء ينظر للنظرية الاجتماعية على أنها مجموعة من الفروض من القضايا مجموعة من الفروض التي تعبر عن مجموعة من القضايا التي تتناول العلاقات بين مجموعة من المفاهيم والتي يمكن إخضاعها للبحث العلمي، وذلك للوصول إلى القانون الذي يحقق هذه العلاقات. يدلل النظر السابق إحدى وظائف النظرية في علم الاجتماع، وهي إيه؟ تمام؟ طيب تعالوا نقرأ الكلام ده تاني. بيقول إيه؟ ينظر للنظرية الاجتماعية على أنها مجموعة من الفروض التي تعبر عن مجموعة من القضايا التي تتناول العلاقات بين مجموعة من المفاهيم التي يمكن إخضاعها للبحث، وذلك الوصول إلى القانون الذي يحقق على هذه العلاقات. هنا هتبقى تلخيص الواقع. طب يا مستر هنا مفيش لا إيجاز ولا توفير وقت وجهد ولا اختصار، الكلام ده كله عرفنا منين تلخيص الواقع؟ عشان قالك إن النظرية عبارة عن مجموعة من الفروض، والفروض ديت بتنتظم في شكل قوانين، والقوانين ديت بتلخص العلاقات. والكلام ده موجود بالنص في جزئية تلخيص الوقائع، وهي إيه؟ إن تلخيص الوقائع النظرية تلخيص لعدد كبير جدا من الملاحظات. تمام. وبعدها على طول بيقولك إيه؟ كل مفهوم وكل قانون خلاص هو تلخيص لعدد لا نهائي من الملاحظات التي قام بها الإيه؟ العلماء. ده في شرح الإيه؟ تلخيص الوقائع. تمام. فالنظرية تلخص العلاقات بين القوانين، والقوانين تلخص العلاقات بين الظواهر أو العكس يعني. تمام. حتة الفروض والقوانين والمفاهيم موجودة دي فين؟ موجودة في تلخيص الوقائع، عشان كده اخترنا تلخيص الوقائع. طيب تعالوا نشوف السؤال اللي بعد كده، وهو الدور الثاني مصر 2022. بيقول هنا: يرى أحد العلماء الاجتماع أن النظرية الاجتماعية تنطوي على توجيهات تمد الباحث بالسياق العلمي الذي يجري البحث من خلاله. تمام. كما ستعيد على تحديد الأبعاد والعلاقات. يبقى تحديد أبعاد وعلاقات أهوت، يبقى احنا بنتكلم عن إيه؟ عن تقديم إطار تصوري. تمام. تعالوا نشوف السؤال اللي بعد كده، وهو الدور التجريبي الأول مصر 2023. تساعد النظرية الاجتماعية لتحديد الأبعاد والعلاقات. خلاص يبقى تحديد الأبعاد والعلاقات دي بقى عرفناها خلاص اهوت، يبقى ده إيه؟ تقديم إطار تصوري. يبقى احنا اتكلمنا اهو عن تحديد أبعاد وعلاقات اهيت، تحديد أبعاد وعلاقات دي أهي، يبقى ده إيه؟ يبقى تقديم إطار تصوري. خلاص. طيب تعالوا نشوف بعد كده الفصل الثاني. الفصل الثاني بيتكلم عن التفاعل والعلاقات الاجتماعية، وده هيجي منه كام؟ سؤالين. خلاص. طيب هو اسمه ايه؟ تفاعل وعلاقات، يبقى سؤال على التفاعل وسؤال على العلاقات. فصل التفاعل الاجتماعي احنا بنسميه فصل التفاعل الاجتماعي، ولكن هو اسمه تفاعل وعلاقات، يعني بيتكون من تفاعل وعلاقات. التفاعل فيها تقريبا 3 جزئيات. اولا مقدمة عن التفاعل، ايه هو التفاعل، بعد كده انواع التفاعل واهمية التفاعل. 3 4 جزئيات كده. اكتر جزئية ان شاء الله متوقع يجي منها السؤال وهو ايه؟ انواع التفاعل.
بعد كده العلاقات. تعريف العلاقات واهميه العلاقات. وغالبا بنسبه كبيره السؤال في العلاقات هيبقى فين؟ في اهميه العلاقات في 3 جوانب. تمام. تعالوا نشوف كده كل جزئيه وشرحها والمفاتيح بتاعتها. انواع التفاعل مباشر وغير مباشر. التفاعل يعني ايه؟ يعني احنا بنتكلم، لو احنا اتكلمنا يا شباب عن فعل ورد فعل، سلوك متبادل، يبقى احنا بنتكلم عن تفاعل اجتماعي. لو احنا اتكلمنا عن الفعل المرتبط بمعنى معين، يبقى احنا بنتكلم عن ايه؟ عن علاقات اجتماعيه. ايه الفرق؟ ان التفاعل الاجتماعي ما فيهوش ادراك لمعنى الفعل. التفاعل الاجتماعي مجرد فعل ورد فعل، ازيك، الله يسلمك، نتعرف على بعض مثلا في مواصله او في عربيه او في الشارع، خلاص. ما انا ما اعرفش حد وبتفاعل معاه ومجرد بس كده ايه، بتكلم معاه. وبالتالي لو قال لي اي كلام فيه هزار ممكن اخده على محمل الجد واتحسس منه وازعل منه، خلاص. انما لو واحد صاحبي في بينه وبينه علاقه وقال لي كلمه بهزار، بس يا كذا بس يا كذا ومش عارف ايه، فانا هبقى فاهم صاحبي ان هو ما يقصدش، وهبقى عارف انه يقصد بالكلمه دي حاجه معينه، فانا باخد بمعنى الفعل ولا اخد بالايه؟ بالفعل. وده الفرق يعتبر الجوهري بين التفاعل والعلاقات، خلاص. بس العلاقه عباره عن تفاعل وبتنشأ عن تفاعل. تمام. طيب، فالتفاعل الاجتماعي، بس التفاعل الاجتماعي مش مجرد بس هو فعل ورد فعل كده بسيط، لا، التفاعل الاجتماعي تفاعل، خلاص. يعني اي تفاعل بنسميه تفاعل اجتماعي، حتى في العلاقه الاجتماعيه بنسميه تفاعل اجتماعي. ولكن احنا بنقول الفرق ما بين التفاعل الاجتماعي والعلاقه الاجتماعيه، ان مش كل، يعني يعتبر كل انواع العلاقات او كل انواع ال- الارتباطات تنطوي على تفاعل اجتماعي، خلاص. وليس كل تفاعل اجتماعي عبارة عن علاقات وعبارة عن ايه؟ عبارة عن ارتباطات، خلاص. وضحت؟ يعني مجرد بتكلم مع الناس كده والناس تتكلم معايا واتعرف عليهم، ده تفاعل اجتماعي. في طبعا علاقة بيني وبين واحد صاحبي، وعلاقة صداقة، علاقة زواج، علاقة مش عارف ما بين واحد او واحدة في الزواج، الاقارب، اهل الاسرة، كل دول بينهم علاقات وتفاعل ضمن الايه؟ العلاقات. بس احنا بنفرق ان التفاعل ساعات او غالبا بيبدأ او على طول بيبدأ بفعل ورد فعل. تمام. يعني بداية العلاقة يعتبر قبل ما تنشأ علاقة هو الايه؟ التفاعل. فالتفاعل هو الاساس، خلاص. طيب، عشان بقى ما نطولش في الحته دي، تعالوا نشوف انواع التفاعل مباشر وغير مباشر. يعني ايه مباشر وغير مباشر؟ يعني مباشر وجه لوجه، انا بكلم واحد كده وش لوش، خلاص، تفاعل وجه لوجه، الاقارب الاصدقاء تربطهم علاقه عاطفيه ووجدانيه. غير مباشر عبر الهاتف، الفيس، الواتس، رسائل كتابيه، اوراق رسميه، تفاعل بين اعضاء شركه مساهمه، كل ده ايه؟ غير مباشر. طيب، بناء وهدام. البناء كل تفاعل مفيد، البعد للتعاون، مشاركات تعاونيه، تطوع، اعمال خيريه، كل ده طبعا بناء. طيب، هدام اي تفاعل بسبب نتائج سلبيه او ضاره، زي الصراعات، الخناقات، النزاعات، الشقاقات، الظلم، الفساد، الارهاب، التطور، العنف، كل ده ما هو ده تفاعل برضه، بس تفاعل ايه؟ سلبي. طيب، تفاعل فردي بيحصل ما بين شخصين، المعلم مع الطالب، الام مع ايه؟ مع طفلها، الاب والابن، الزوج والزوجه، الرئيس والمرؤوس، كل ده تفاعل ايه؟ فردي. جماعي بقى بيحصل ما بين عده اشخاص، زي شله اصدقاء، فريق كره قدم او فريقين، ماتش كوره، زواج، والنسب ما بين عائلتين، اتفاقية بين دولتين، مشاركة عدة دول في إحدى التكتلات، حرب مثلا، يعتبر تفاعل جماعي بس ولكن تفاعل سلبي. منظمات بيئية، حقوق إنسان، منظمات ومؤتمرات دولية كمؤتمر مثلا الأرض. طيب، في تفاعل عرضي. يعني ايه تفاعل عرضي؟ يعني مثلا احنا حصل حادث طارئ كده، او عرضي، حادث عرضي كده، يعني كلمة عرض يعني حاجة ظاهرية كده، عرضية كده، طارئة يعني، خلاص. طيب. طيب، زي ايه مثلا؟ زي حادثه، زي خناقه، الناس اتلمت فالناس بدات تتكلم، ده اسمه ايه؟ حال تفاعل عرضي. حالة طوارئ، حادثة، انقاذ غريق في البحر، اطفاء حريق، رفع شجر من على الطريق. يعني بص، اي حاجه كده بتحصل كده في الطريق غالبا او في الشارع، او بتحصل كده يعني الناس تتلم كده وبتحصل حاجه معينه والناس تتلم وتتكلم، يبقى ده اسمه ايه؟ حادث عرضي. طيب، تلقائي. تفاعل تلقائي غير مخطط له، اللي هو تفاعل تلقائي، رد التحيه، تشميس العاطس، يعني نقول مثلا حمكم الله مثلا. تمام. آه صباح الخير، مساء الخير، الرد الصباح والمساء دون بيبقى تفاعل تلقائي. الرد على استفسار اخر مره، لو سمحت، نعم، اتفضل، فتح الباب اثناء دق الجرس، وهكذا، دي كل اسمها تفاعلات ايه؟ تلقائيه. في بقى التفاعل المؤقت والدائم. المؤقت لو اتكلمنا عن البائع مع المشتري، تفاعل السائق يعني ما بيدومش وقت طويل، خلاص. كل ما يتعلق بعمليات البيع والشراء والحجوزات، كل دي طبعا تفاعلات مؤقته. والمستمر كالتفاعل بين افراد الايه؟ الاسره. طيب، اهميه التفاعل بالنسبه لاربع اشياء: الفرد والجماعه والمجتمع. عفوا، هم ثلاثه. الفرد، التفاعل له نتائج إيجابية على شخصية الفرد.
خلاص. فلو اتكلمنا التفاعل بيساعد على تحقيق الذات ومش عارف اي حاجه يعني فيها بتفيد الشخص، تحقيق الذات، تحقيق الاهداف، الشعور بالسعاده، كل ده ايه؟ كل ده بيخفف الشعور بالضيق، بيساعد على التطور، بيساعد على التنميه، بيساعد الطفل على اكتساب الثقه، بيساعد الطفل على اكتساب كذا. كل ده له نتائج ايجابيه على شخصيه الفرد او مهم للفرد. لو اتكلمنا بقى عن الجماعة، التفاعل بيساعد الجماعة ازاي؟ على التنشئة الاجتماعي للأفراد. خلاص. لو اتكلمنا عن التنشئة الاجتماعي للأفراد، غرس خصائص مشتركة. تمام. استمرار بقاء الجماعة. خلاص. اتكلمنا عن تفاعل الزوج والأبناء، يساعد على استمرار الأسرة، نادي، مدرسة، شركة، كل دي طبعا جماعات، مصنع، جماعات. طيب المجتمع، لو اتكلمنا عن دول زي مصر أو اليابان أو ماليزيا أو أي دولة يتم وفقا مقيم متفق عليها. خلاص. كل دي طبعا بنتكلم عن مجتمعات. خلاص. طبعا اللي اتكلمنا عن نشر المحبة والسلام والتعاون في المجتمعات ما بين الدول، يبقى احنا بنتكلم عن فايدة الايه؟ التفاعل للمجتمع. خلاص. طيب غالبا ان شاء الله السؤال فين؟ في انواع التفاعل. طيب تعالوا بقى نشوف العلاقات الاجتماعية. احنا قلنا العلاقات الاجتماعية علاقة يعني ايه؟ يعني علاقة بيكون فيها السلوك ورد الفعل مبني على معنى الفعل وليس الفعل نفسه. خلاص. طيب عندي العلاقات الاجتماعية مهمة جدا، تلخص أهميتها في 3 جوانب: جانب اجتماعي، جانب أخلاقي، جانب نفسي. خلي بالك الجانب الاجتماعي ممكن أبدله كلمة سوسيولوجي، يبقى أنت لازم يكون عندك معرفة إن كلمة اجتماعي معناها سوسيولوجي، أو جانب نفسي وكلمة نفسي معناها سيكولوجي، أو جانب حيوي أو معناها بيولوجي أو فسيولوجي. تمام كده؟ كل ديت معاني إيه؟ معاني الكلمات بمعانيها الأكاديمية أو الإنجليزية يعني. الجانب الاجتماعي، لو اتكلمنا عن التكيف والاندماج والتفاعل والتأقلم والتوافق والانسجام والتطبع أو التطبيع مع الجماعة أو البيئة التي يعيش فيها الفرد، وده بنقول العلاقة الاجتماعية بتساعد على الاندماج والتكيف والتأقلم. كل ما يكون الإنسان يقدر يكون عنده علاقات، كل ما الإنسان بيقدر يكون هو يندمج في المجتمع، يندمج في الجماعة. يعني أنت لو رحت اشتغلت في شركة معينة وكونت علاقات، يبقى أنت بتندمج في الشركة ديت وخلاص بتتكيف معاها وبتتأقلم. ولو أنت مش عندك علاقات مع أي حد، بتحس بالغربة والوحدة وإن أنت مش طايق نفسك. فده أهمية العلاقات من الجانب ده. الجانب أخلاقي، لو اتكلمنا طبعا عن حاجات أخلاقية، قيم ومبادئ، احترام، خلاص، حرية، الود والتراحم، احترام اختلاف الرأي، العادات والتقاليد، كل ده بنتكلم عن جانب ايه؟ أخلاقي، بنتكلم عن تقدير الآخرين. طب جانب سيكولوجي، بنتكلم عن، لو اتكلمنا عن الشعور، الحاجة، كل ده بنتكلم عن جانب ايه؟ سيكولوجي. الشعور بالحب، الشعور بالامن، الشعور بالطمانينه، الشعور بالراحه، الارتياح، اي شعور باي حاجه، يبقى انت بتختار الجانب النفسي او السيكولوجي. الانتماء، الارتباط بالاخرين، خلاص، الشعور بالوحده، الشعور بالعزله، بالخوف، الملل، القلق، العصبيه، كل الحاجات دي كلها بنتكلم عن الجانب السيكولوجي. تعالوا نبص بصه بقى على اسئله الامتحانات في درس التفاعل والعلاقات. تعالوا نبص بصه. اول سؤال معانا بيقول ايه؟ نشاهد أو تشاهد في الروحة والغدوة. خلاص. في الروحة والغدوة يعني وانت رايح وانت جاي. نشاهد أو تشاهد في الروحة والغدوة يوميا عمالا يشاركون، أو نحن بنشاهد يعني عمالا يشاركون في تشييد الجسور والمحاور والعمارات في مصرنا الحبيبة، وهم ينشدون ويغنون وهم يعملون. يمثل الموقف الحياتي. ده إيه؟ تشييد وبناء. خلاص، ما هو واضح خلاص إن هو تفعل إيه؟ بناء يعني. طيب السؤال اللي بعد كده وهو التجريبي الأول 2021، بيقول هنا إيه؟ يعتبر سلوك حدث يؤثر فيه أحد الأطراف تأثيرا ملموسا على الأفعال الظاهرة أو الحالة العقلية للطرف الآخر. يجسد هذا القول أحد مفاهيم علم الاجتماع: تفاعل والعلاقات والعمليات ولا تنظيمات. بنتكلم عن تأثير وتأثر بين الأطراف. لو اتكلمنا عن تأثير وتأثر بين الأطراف أهو، يؤثر أحد الأطراف. لو اتكلمنا عن التأثير والتأثر بين الأطراف، يبقى احنا بنتكلم عن إيه يا شباب؟ بنتكلم عن التفاعل الاجتماعي أهوت. معلش عفوا، التفاعل الاجتماعي بالظبط معايا، بس هي التفاعل إيه؟ الاجتماعي. طيب نيجي بعد كده السؤال اللي بعد كده، بيقول زيدان آل نيهان: لقد علمتنا الصحراء أن نصبر طويلا حتى ينبت الخير، وعلينا أن نصبر ونواصل مسيرة البناء حتى نحقق الخير لوطننا. بنتكلم طبعا عن تفاعل هنا إيه؟ بنتكلم عن تفاعل، أكيد تفاعل بناء، المعنى بيدل على التفاعل البناء. الدور الأول بنتكلم عن قامة إحدى المذيعات في إحدى القنوات الفضائية باستضافة طبيب أخصائي في المناعة ليلقى نصائحه حول تقوية الجهاز المناعي في مواجهة جائحة
كورونا لجمهور المشاهدين، يجسد الموقف السابق بين الطبيب والمشاهدين أحد أنماط التفاعل الاجتماعي، وهو تفاعل إيه؟ تمام كده. بنتكلم عن إيه؟ طبيب أخصائي في المناعة، تمام، بيقدم نصائحه حول تقوية الجهاز المناعي في مواجهة جائحة كورونا لجمهور المشاهدين، ده من خلال التلفزيون. يبقى هو كده تفاعل، طبعا ده تلفزيون أكيد، طبعا مش وش لوش، يبقى ده تفاعل إيه؟ غير مباشر. حتى بيقول لك ايه؟ يجسد الموقف السابق بين الايه؟ بين الطبيب والمشاهدين، بين الطبيب والمشاهدين. احد انماط التفاعل الاجتماعي هو ايه؟ تفاعل غير مباشر. الدور الثاني، يرى الدكتور مولود زيد الطيب عندما يلتقي شخصان ويؤثر احدهما في الاخر ويتاثر بهم، وبيتكلم ايه؟ يلتقي ايه؟ يلتقي ايه؟ خلي بالك، شخصان، يبقى احنا بنتكلم عن ايه؟ عن تفاعل ايه؟ هو تفاعل فردي. خلاص كده. طيب، يسمى التغير الذي يحدث نتيجة تبادل التأثير والتأثير بالتفاعل الاجتماعي. ما قالش بقى التفاعل ده بيأثر في حاجة كويسة ولا بيأثر في حاجة وحشة ولا بيأثر في ايه بالظبط، هو بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن نوع التفاعل ده. تفاعل ايه؟ تفاعل فردي. تمام كده. طيب، تعالوا نبص على السؤال اللي بعد كده. قام أحد الباحثين بإجراء قام أحد الباحثين في دراسة علم الاجتماع قام أحد الباحثين بإجراء دراسة في علم الاجتماع لمعرفة مدى تفاعل وتأثير المعلم في تلاميذه، في نفس الوقت تأثيره باهتمامهم وروحهم المعنوية والثقافة المتبادلة. تشير الدراسة السابقة لأحد أنواع التفاعل الاجتماعي، وهو إيه؟ خلي بالك بيقول لك إيه؟ المعلم والتلاميذ. خلاص كده. يبقى هنا تفاعل إيه؟ مش فردي، لا، ده التلاميذ موجودة فين؟ في الفصل، يبقى ده موجود تفاعل إيه؟ تفاعل جماعي. تمام كده. طيب، تعالوا نبص على السؤال اللي بعد كده. قامت وزارة الكهرباء والطاقة بالمشاركة مع وزارة الاتصالات بتدريب المهندسين والفنيين على كيفية استخراج الفاتورة الرقمية لاستهلاك الكهرباء، وذلك لمواكبة الجمهور. يبقى احنا بنتكلم عن تفاعل ايه؟ بناء، بنستخدم التكنولوجيا والتطور، يبقى ده ايه؟ بناء. طيب، السؤال اللي بعد كده، التجريب الأول مصر 2023. بعض الشركات يوجد بها بعض الموظفين غير راضين عن إدارة رئيسهم لأنه غير قادر على استماع لاقتراحاتهم ويميل إلى فرض وجهة نظر. يبقى التفاعل اللي بيعمله المدير ده إيه؟ بيفرض رأيه على الناس، يبقى ده تفاعل إيه؟ هدام. خلاص. طيب، التجريب الأول مصر عشان 23 يقول هومانس: كلما زاد التفاعل بين الأشخاص كلما زاد احتمال مشاركتهم في المشاعر وفي العواطف وفي الاتجاهات، كما أنهم أو ينزعون إلى تكوين علاقات اجتماعية موجبة من التقبل والصداقة، وزاد احتمال سلوكهم كمجموعة أو كجماعة تعمل في سبيل هدف مشترك. عفوا، هدف مشترك. نستخلص من القول السابق العلاقات بين التفاعل الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية، وهي أنها علاقة إيه؟ عكسية؟ لا طبعا. افتراضية؟ لا طبعا. تنافسية؟ لا طبعا. علاقة طردية. كل ما بيزيد التفاعل أكيد طبعا كل ما بتقوى العلاقة الإيه؟ الاجتماعية. طيب، تعالوا نشوف طبعا السؤال اللي بعد كده. قال إبراهيم الفقي أن سر النجاح العلاقات الجيدة دائما هناك أشياء لديك يحتاجها شخص آخر وأشياء لدى شخص آخر تحتاجها أنت. نستخلص من القول السابق وظيفتين للعلاقات الاجتماعية. خلاص. طبعا نتكلم عن الحاجة والاحتياج، يبقى ده نفسية. خلاص. وطالما في بين النجاح علاقة وفي علاقة ما بين الناس، يبقى ديت إيه؟ حاجة اجتماعية. يبقى احنا بنتكلم عن النفسية والاجتماعية. خلاص. طيب، هل احنا بنتكلم طبعا عن اجتماعيه واخلاقيه؟ ما فيش هنا حاجه اخلاقيه. طب اخلاقيه ونفسيه؟ ما فيش هنا حاجه اخلاقيه. كنا احنا بنتكلم عن الشعور والحاجه، يبقى احنا بنتكلم عن نفسيه واجتماعيه. الدور الاول مصر 2021. تمام. وهنا بنتكلم عن قال نوبل الاحترام. اتكلمنا عن الاحترام اهو. خلاص، الاحترام، الود، التراحم. خلاص. كل ده بنتكلم عن قيم ايه؟ اخلاقيه اهو. تمام. يبقى ده جانب ايه؟ اخلاقي. تمام. اجمل ما يتركه الانسان في قلوب الاخرين. استخدم القول السابق اهميه العلاقات الاجتماعيه في الجانب الاخلاقي. تمام كده. طيب، السؤال اللي بعد كده هو الدور الثاني، وهنا بنتكلم عن الدور الثاني مصر 2021. قال جان دولافونتين: الجيل لا يحتاج الى جيل ولكن الانسان يحتاج الى انسان. استخلص من قول وظيفتين العلاقات الاجتماعيه. طيب، الانسان بيحتاج الى انسان، ديت الجزئيه ديت بنتكلم فيها الاحتياج ده، يبقى احنا بنتكلم عن ايه؟ والاحتياج ده حاجه، يبقى ده نفسيه. خلاص. يبقى نفسيه وايه؟ واجتماعيه. خلاص.
طيب نيجي السؤال اللي بعد كده، وهو الدور الاول مصر 2022. قال مهاتما غاندي: يصبح الانسان عظيما تماما بالقدر الذي يعمل فيه من اجل رعاية اخيه الانسان، يستخلص من القول السابق العلاقات الاجتماعية. وهي ايه؟ تمام، بالقدر الذي يعمل فيه الانسان من اجل رعاية. احنا بنتكلم هنا عن التعاون ما بين الناس وبعضها البعض، والمساندة من الناس وبعضها البعض. يعني العبارة بتوحي بالايه؟ بالتعاون. يصبح الانسان عظيما بالقدر الذي يعمل فيه من اجل رعايه اخيه، يعني في تعاون، في مسانده. ودي حاجه اخلاقيه اكتر شويه. احنا ما بنتكلمش هنا بقى، هتقولي طب يا مستر، طب ما هنا كده يعتبر الانسان محتاج الانسان. لا، هو بيتكلم عن حاجه اخلاقيه، ان الانسان بيساعد اخوه الانسان من غير ما يقول له. يبقى ده بنتكلم عن مساعده والتعاون. يبقى احنا بنتكلم عن حاجه ايه؟ اخلاقيه. تمام. طيب نيجي بقى للسؤال اللي بعد كده، الدور الثاني مصر 2022. يؤكد علماء الاجتماع على أن من أهم طرق تكوين العلاقات أن يتعامل الفرد بلطف وطيبة وود مع من حوله، حتى يستطيع الحصول على انتباه واهتمام الناس، أو من خلال البحث عن اهتماماتهم المشتركة التي تقربهم من بعضهم البعض. تقربهم من بعضهم البعض، اهتماماتهم المشتركة وتقربهم من بعضهم البعض. الحتة دي كلها بتدل على إيه؟ تمام، بتدل على الاندماج، بتدل على العلاقات او الاندماج، التأقلم. تمام. يبقى احنا بنتكلم عن انهي جزئية هنا كده؟ احنا هنا بنتكلم عن جانب اجتماعي. بس جانب اجتماعي ومعاه ايه؟ جانب اجتماعي ونفسي ولا جانب اجتماعي واخلاقي؟ هنا بيقول، تعال نشوف العبارة تاني. بيقول: يؤكد علماء الاجتماع على ان من اهم طرق تكوين العلاقات تعامل الفرد بلطف وطيبة. بلطف. كلمة لطف ديت يعني ايه؟ يتعامل بلطف. التعامل باللطف بتخش في ناحية ايه؟ اخلاقية. يبقى احنا ما بنتكلمش عن ناحية نفسية، لان انا بتعامل بلطف، بتعامل باسلوب كويس. خلاص، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاحنا بنتكلم عن اسلوب في التعامل، ودي حاجة ايه؟ اخلاقية. يبقى اخلاقي وايه؟ واجتماعي. تعالوا نشوف السؤال اللي بعد كده، هو التجريبي الاول مصر 2023. يؤكد احد علماء الاجتماع لان من اهم طرق تكوين العلاقات ان يتعامل الفرد بلطف. السؤال هنا كان بنتكلم السؤال ده نفس السؤال بتاع الدور الاول مصر، الدور الثاني مصر 2022. هو نفس السؤال بس متكرر. طبعا احنا شرحناه قبل كده وقلنا هو اخلاقي واجتماعي. تمام. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناة، ما تنسوش تشتركوا في القناة لو الفيديو عجبكم. ان شاء الله يكون عجبكم، وان شاء الله يكون مفيد ليكم. وهنكمل معاكم ان شاء الله بعد كده، وهي الفصل الثالث، العمليات الاجتماعية. نيجي بقى للفصل الثالث، العمليات الاجتماعية. الفصل ده بيجي منه 5 أسئلة. بيجي منه كام؟ 5 أسئلة. بيجي منه كام؟ 5 أسئلة. طيب، في التعاون سؤالين: سؤال في وظيفة التعاون، وسؤال في العوامل المؤثرة فيه، وسؤال تكيف. تمام، وممكن وظيفة التكيف ليه أهميته. وسؤال في التنافس: إيجابي، تمام، معتدل، نزيه، سلبي، هدام. وسؤال في الصراع، وده غالبا أو ممكن يجي مقالي، وبيكون مقترح للتغلب على أحد مسببات الصراع. يعني هنا في سؤال مقالي ممكن يجي. نيجي بقى للتعاون. التعاون معناه ايه؟ اولا تعالوا نشوف العمليات الاجتماعية دي يعني ايه. العمليات الاجتماعية هو عمل اجتماعي، يعني مجرد ما انا بدل يعني ما اذاكر لوحدي، فانا بذاكر في وسط مجموعة. طيب ده اسمه عمل جماعي. هو مش بيجسد أوي صورة العملية الاجتماعية، بس العملية الاجتماعية نقدر نقول مثلا زي عملية البيع والشراء، تمام، التجارة، تمام، كل ديت عمليات ايه؟ اسمها عملية اجتماعية. طيب بيقول لي حتى في تعريف العملية الاجتماعية: هي النموذج الذي يتسلسل وفقه عدة وقائع وأحداث ينتج عن بعضها البعض. من أمثلة العمليات الاجتماعية: التبادل التجاري، عمليات البيع والشراء، عمليات الانتقال من الريف إلى المدينة، وهكذا. دي اسمها عملية اجتماعية. من أمثلة العمليات الاجتماعية اللي عندنا 4. هناخد التعاون والتكيف والتنافس والصراع. تمام كده. طيب التعاون معناه ايه؟ تعاون اي حاجة بتدل على التعاون. احنا بنساعد بعضنا البعض او بنؤازر بعضنا البعض. تكاتف، تعاضد، تساند، تكامل، عمل جماعي مشترك، تحقيق غاية واحدة معا، اشتراك اكثر من فرد في العمل. ده كله بيدل على التعاون. خلاص. طيب التكيف يعني ان انا بتوافق مع البيئة اللي حواليا او بتوافق مع غيري. فالتكيف اي حاجة بتدل على التوافق او التأقلم او التكيف او الانسجام او الاندماج او الترابط او الاتساق. كل ديت معاني كلمات بتوازي كلمة التكيف. خلاص. طيب، او ان التكيف حاجات او يعني افكار او مفردات او الفاظ، افكار بتدل على التكيف. يعني انا مثلا دخلت في ظروف صعبة، تحملت هذه الظروف الصعبة، يبقى انا كده قادر على التكيف.
طيب قدرت اواجه الظروف الصعبة، يبقى انا قادر على التكيف. قدرت ان انا اتحمل بعض الاوضاع معينة مثلا زي الامتحانات والضغوطات والكلام ده كله، يبقى ديت برضه تكيف. طيب انا عندي قدرة مثلا على ان انا اواجه الظروف، يبقى ديت ايه؟ برضه تكيف. يبقى التكيف لو احنا اتكلمنا عن افكار بتدل على التكيف والتأقلم، خلاص، زي التغلب على العقبات، تعايش مع الظروف الصعبة، قبول الاوضاع، آه، تحمل، الصبر، تقارب وتوفيق بين الافراد والجماعات، فهم الامور، التفاهم، تمام، القدرة على الاختراق، آه، رسم استراتيجية لمواجهة الضغوط ومطالب الحياة، مستعد لقبول جميع الأحداث، التطبيع مع البيئة، ما يقلل الصراع، ما هو التكيف بيقلل الصراع مع الغير، التوفيق بين الثقافات الجديدة والقديمة. خلاص. طيب خلي بالك ان في علاقة عكسية بين التكيف والصراع الداخلي، فكلما زاد التكيف بيقل ايه؟ الصراع. الصراع قل، زاد الايه؟ التكيف. طيب نيجي بقى للتنافس. التنافس معناه او حدث او عمل بيدل ان احنا الطرفين بيتنافسوا بعض ويتسابقوا مع بعض علشان كل واحد عاوز يوصل لهدف قبل التاني. فالتنافس هي فكرة بتوحي بالتحدي، بالقدرة على آه، الفوز والتحدي والمكسب. كل دي بتدل على التنافس. قيام شخصين او اكثر بالعمل لوصول هدف قبل الاخر، محاولة لاثبات الذات، رغبة في تحقيق الذات، رغبة في الفوز، رغبة في التفوق، تمام، انطلاق السلوك، انطلاق القوى الكامنة، الرغبة في التفوق. كل ده بيدل على الايه؟ على التنافس. تمام كده. الصراع يعني خناقة، شجار، نزاع، تمام. طيب اي حاجة بقى بتدل على على الصراع زي ايه؟ زي اي عملية سلبية هدامة. طب عملية سلبية هدامة زي ايه؟ الارهاب، العنف، التطرف، غياب التوازن، غياب الانسجام، كل ما هو عكس التكيف يدل على الصراع. يعني التكيف واعكسه او بطريقه سلبيه، يعني عدم غياب الاتساق، غياب الانسجام، غياب التوافق، غياب الاندماج، كل ده بيدل على ايه؟ على التكيف. تمام، قصدي عفوا على الصراع. طيب لو احنا بقى بنتكلم كمان عن ايه؟ عن عملية استهلاك الطاقة في سلوك جانح للوصول للأهداف بعيدا عن ما هو متعارف عليه. يعني أنا بستهلك الطاقة في أساليب غير مشروعة، بستخدم أساليب غير مشروعة، تمام. تنافس متطرف، تنافس سلبي، إحداث فتنة طائفية، عدم استقرار في الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية، الاتجاه نحو الأشخاص. يعني لما يكون التنافس بيتجه نحو الأشخاص ومش نحو الأهداف يبقى ده اسمه صراع، تمام. لو اعتمدنا على الغاية مبدأ تبرر الوسيلة. يعني ايه؟ يعني انا اعمل اي حاجه في سبيل خدمه الغايه بتاعتي، المهم ان انا اكسب وخلاص. اي اثار سلبيه، تصادم، تخريب، تدمير، هدم، تناحر، حروب، عدوان، تطرف، انتقام، ثورات، انقلابات، كل ده بيدل على الصراع، تمام. طيب عندنا في جزئيه يعني عندنا في الاجزاء ديت في نوعين من التنافس، تنافس ايجابي وتنافس سلبي. وعندنا التعاون، في العوامل المؤثره في التعاون وفي اهميه الايه؟ التعاون. طيب غالبا كده احنا بنشوف اهميه عوامل مؤثره في التعاون. في عندي ثلاث عوامل. ايه هي العوامل او اسباب اللي تخلي الفرد يتعاون مع غيره؟ في عامل بيئي، في عامل عقائدي وروحي، في عامل نفسي داخلي. العامل البيئي لما البيئه الخارجيه تدفعك للتعاون. يعني مثلا زي الدنيا مطره كده والدنيا بقت كلها طينه، فاحنا اشتركنا كلنا علشان مثلا هنجيب حاجه نظبط بيها الطينه اللي موجوده في الارض، تمام. او مثلا المجاري مثلا ضربت، او اي حاجه مشكله حصلت، او في ماسوره ميه ضربت في الشارع، فاحنا كلنا كده بنشترك علشان نشوف كده الميه اخبارها ايه ونصلحها، لان كلنا هنبقى مستفيدين. طيب العامل العقيدي والروحي دي بقى العقيده او الدين او الشريعه او الطقوس او العبادات اللي بتحثك على التعاون، تعاون على البر والتقوى، لا تعاون على الاثم والعدوان. العامل النفسي او العامل الداخلي، يعني بنتكلم عن عامل دافعي، الدافع من الداخل، ده عامل دافعي فطري. يعني في دوافع فطريه كده بتخلينا ان احنا نتعاون مع غيرنا، ان احنا بنحاول نؤثر غيرنا على انفسنا، تمام. زي الام كده اللي بتضحي من اجل ابنائها، وزي ما الاب يضحي من اجل ابنائه، خلاص. او زي الراجل او الشخص اللي بيساعد حد فقير، تمام، علشان مثلا دي حاجه فطريه، انا حابب اساعده، انا حابب اخليه مبسوط، تمام. فدي كده اسمها ايه؟ عامل نفسي داخلي، اللي هي ان انا فيها بفضل غيري، الايثار، انقار الذات، بفضل غيري، بحاول ان انا اعمل مصلحه لغيري، يبقى دي كلها عوامل نفسيه. يبقى تاني العامل البيئي العامل البيئي الخارجي لو اتكلمنا عن مصلحه عامه او خير المجتمع. عامل عقيده وروحي لو اتكلمنا عن دين، شريعه، عقيده، اسره بتغرس حاجه في نفوس ابنائها، تروض وتدرب افراد على الترابط، العادات والتقاليد، الطقوس، كل ديت عامل عقيده وروحي. العامل النفسي الداخلي لو اتكلمنا عن دوافع فطريه كامنه، دافع الايثار، انكار الذات، الغيريه، دافع الذاتيه،
ما تحب لنفسك تحبه لغيرك، تحقيق المصالح الذات ومحقق مصالح الغير. كل ده بنتكلم عن عوامل مؤثرة فين؟ في العامل النفسي. طيب تعالوا نشوف وظائف أهمية التعاون. لو بالنسبة للفرد، بالنسبة للجماعة، بالنسبة للمجتمع، أكيد فرد طبعا إشباع حاجاته، الشعور بالأمن، الشعور بالطمأنينة، أي احتياجات شخصية، يبقى دي أهمية التعاون للفرد. الجماعة لو اتكلمنا عن شركة، مؤسسة، منظمة، فقال جماعة، يبقى ده طبعا جماعة. مجتمع لو بنتكلم عن تطور وتطور ونهضة وتقدم الدولة، يبقى احنا بنتكلم طبعا أهمية الجماعة، عفوا أهمية التعاون لإيه؟ للمجتمع. طيب تعالوا نشوف الجزئية التانية. نيجي بقى لأسئلة الامتحانات اللي هي الجزئية التانية. تعالوا نشوف أول سؤال بيقول إيه؟ التجريب التاني. يقول آدم سميث أن الإنسان ولو أنه مسير بدافع المصلحة الشخصية، غير أن الطبيعي يوحي إليه بتحقيق مصلحة الآخرين. مصلحة تحقيق مصلحة الآخرين يعني بيحقق مصلحة غيره، يبقى ده الدافع إيه؟ نفس. طالما اتكلمنا عن تحقيق مصالح الغير أو إن أنا بحاول أساعد غيري، يعني في غيرية، في تفضيل الآخر على الشخص، على النفس، على الذات، تمام، يبقى ده دافع إيه؟ نفسي على طول. او بدل ما اقول دافع نفسي اقول دافع ايه؟ سيكولوجي او فطري. تمام، خلي بالكم. طيب السؤال اللي بعده، قال احمد عبد الجواد: الطالب الذي يجد في دراسته يحقق تفوقا شخصيا، لكن هذا التفوق يشد زملائه الاخرين للتنافس معه علميا، فيتقدمون علميا وايضا، وبالتالي يجني المجتمع كله من تفوقهم كلهم علميا لانهم سيشغلون منصب مختلفه. يبقى احنا كده بنتكلم عن فايده التعاون لمين؟ للمجتمع ككل. خلاص. طيب ليه؟ لأن هو بيشد زملائه، وبالتالي ده هيفيد المجتمع ككل، وبالتالي يجني المجتمع كله من تفوقه. دي طبعا أهمية التعاون والتعاون الإيه؟ المجتمعي. طيب السؤال اللي بعده بيقول: يقول عبد الفتاح محمد شبانة: وفقا للعادات السائدة في اليابان، في حالة الوفاة يقدم المعزون الهدايا لأهل المتوفي، وتختلف نوعية الهدايا وقيمتها وفقا لدرجة القرابة والصداقة. في هنا عادات اهوت، يبقى احنا بنتكلم عن عامل ايه؟ عقائدي أو روحي. تمام. طيب تعالوا نشوف السؤال اللي بعد كده، وهو السؤال الدور الأول مصر 2021. الشخص الذي ينادي برصف طريق يوصل إلى بيئته في قرية مثلا، فإنما تحقق مصلحة للآخرين الذين يستخدمون هذا الطريق المرصوف. يبقى احنا كده أهمية التعاون بالنسبة لإيه؟ هو هنا مش بنتكلم عن المجتمع ده، احنا بنتكلم عن ناس في منطقة معينة هيرصفوا الطريق، يخدمهم ويخدم الناس، يبقى إيه؟ جماعة. خلاص، يبقى ده أهمية التعاون، وهي الأهمية الجماعية. طيب السؤال اللي بعد كده، وهو بيقول: يقول فاروق محمد العدلي، السؤال دهوت، يقول فاروق محمد العدلي إن التعاون قد يكون غير مباشر، مثلما يؤدي كل فرد عملا آخر. تمام. طيب عملا خاصا يختلف عن الآخر، ولكن هذه الأعمال الجزئية التي يؤديها كل فرد مالها؟ تتجه في النهاية إلى غرض واحد وتركز نحو موضوع مشترك، كما يتعاون التجار والحداد والبناء في بناء منزل. تعكس العبارة أحد العوامل المؤثرة في التعاون هو العمل إيه؟ طبعا كلنا بنتعاون، يعني التعاون قد يكون غير مباشر، مثل ما يؤدي كل فرد عملا خاصا يختلف عن آخر، لكن هذه الأعمال الجزئية يؤديها كل فرد تتجه في النهاية إلى غرض واحد تركز نحو موضوع مشترك، كما يتعاون التجار والحداد في بناء منزل. طيب هو هنا تعاون التجار والحداد والبناء المنزل في بناء منزل، ده يعتبر تعاون إيه؟ تعاون بيئي. خلاص. طيب هل هو مثلا نفسي؟ لا، يعني مثلا التاجر ولا الحداد هو عشان يخدموا غيرهم بيفضلوا مصلحة الغير على نفسهم؟ لا. ليه؟ لأن هو بياخد أجر، بياخد مقابل. تمام. طيب عمل عقيدي وروحي برضه ما فيش كده. ليه؟ لأن هنا العمل العقيدي والروحي فين العادات والطقوس؟ لا، ده هنا بيتعاون الناس لخدمة منزل، فديت مصلحة مشتركة، يبقى ديت عامل ايه؟ بيئي او عقائدي او روحي. تمام. طيب تعالوا نشوف السؤال اللي بعد كده، وهو: قال احمد عبد الجواد: بعد الحرب العالميه الثانيه ظهرت جهود الدول في مناهضه الصراعات والحروب، فانشات عصبه الامم اولا، ثم هيئه الامم المتحده بوكالتها المختلفه التي تقدم العون المادي والفني وتعمل من اجل السلام في العالم. طيب بيقول لي: استخلص من القول السابق احدى وظائف عمليه التعاون. الوظائف يعني الاهميه. تمام كده. طيب هو بنتكلم هنا عن الحرب، والحرب ديت يعني بتفيد المجتمع ككل، وبتفيد الدول كلها والعالم كله، يبقى كده أهمية إيه؟ أهمية مجتمعية. خلاص. طيب نشوف السؤال اللي بعد كده. الدور الأول مصر 2022. يؤكد عبد الحميد عبد الفضيل على أنه كلما تم توحيد الأهداف والاهتمامات المشتركة بين الأفراد وجعلها معبرة عن آمال الناس ومعالجة لآلامهم، تصادقت رغبتهم وزادت ميولهم المشتركة. تعبر الرأي السابق عن إيه بالظبط؟
انهي من العوامل؟ نوعين من العوامل، نفسي عقائدي؟ لا، هو بيقول لي اهتمامات مشتركة، يبقى كده في غالبا عامل بي. تمام. هو بيقول معالجة لآلامهم، يبقى طبعا بنتكلم عن حاجة نفسية، يبقى ديت ايه؟ بيئي نفسي. تمام كده. طيب نشوف السؤال اللي بعد كده، بيقول لي ايه؟ تؤكد هديل العتوم أن الطالب الذي يجتهد في دراسته يحقق تفوقا شخصيا، لكن هذا التفوق يشد زملائه الآخرين للتنافس معه علميا فيتقدمون علميا أيضا، مما يساعد المجتمع على طبعا المجتمع على تحقيق أهدافه. ده من إيه؟ أحد عوامل مؤثرة في التعاون. تمام. طيب هو بيقول إن التفوق الشخص ده بيشد زملائه للتنافس معه، يعني هنا تعتبر في دافع فطري للتعاون، في دافع فطري في التعاون. خلاص. طيب بس هنا يا مستر بيتكلم عن التنافس، ايوه، بس هنا كده يعتبر هو مش بيتكلم بقى عن التنافس، هو بيتكلم على التعاون. هو ينطبق المثال السابق ده لاحد العوامل المؤثره في التعاون. خلاص. طب هو عامل بيئي؟ لا، مفيش حاجه هنا اهتمامات مشتركه. تمام كده. طيب عامل عقائدي؟ لا. عامل اجتماعي؟ لا. ليه؟ لان هنا الدافع، هنا في دوافع فطريه، في دافع فطري عند الشخص فادى اللي الناس هي كمان تتفوق، يبقى ده ايه؟ دافع نفسي او دافع فطري او عامل نفسي. طيب تعالوا نشوف السؤال اللي بعد كده. الدور الثاني مصر 2022 نظمت جمعية أصدقاء البيئة في مجتمعنا دورة تدريبية لتوجيه أعضائها إلى العمل التطوعي والجماعي وكيفية تحقيق أهداف الجمعية لخدمة المجتمع. نستخلص من ذلك الموقف إحدى نقاط أهمية التعاون، وهي إيه بالظبط؟ تمام. هل هنا بيدعم وحدة المجتمع واستقراره؟ واضح خالص. بيقول لي نظمت جمعية أصدقاء البيئة مجتمع دورات توجيه أعضاء العمل التطوعي الجماعي. العمل التطوعي بيخدم المجتمع أو لخدمة المجتمع، يبقى وحدة المجتمع واستقراره. تمام. لأن هنا لا محبة الآخرين ولا الحفاظ على الجماعة ولا شرب الأمن والاستقرار، لأن شرب الأمن والاستقرار دي خاصة بالفرد. طيب السؤال اللي بعد كده، التجريبي الأول 2023، يقول آدم سميث أن الإنسان مسير بدافع المصلحة الشخصية، إلا أن النظام الطبيعي يوحي إليه بتحقيق مصلحة الآخرين وهو بصدد تحقيق مصلحته. يجسد القول السابق أحد العوامل المؤثرة في التعاون، وهو إيه؟ تمام. أهو المسير بدافع المصلحة الشخصية، لأن النظام الطبيعي يوحي إليه إيه؟ بتحقيق مصلحة الآخرين. يبقى في هنا دافع شخصي ومصلحة الآخرين، يبقى ده دافع أو عامل إيه؟ نفسي. طيب السؤال اللي بعد كده، بيقول لي نظمت جمعية أصدقاء البيئة دورات تدريبية لحث وتوجيه أعضائها على العمل التطوعي تمام والجماعي لتحقيق أهداف الجمعية. يبقى احنا هنا بنتكلم عن أهمية التعاون للإيه؟ للجماعة ولا المجتمع؟ طب ما عمل تطوعي هو يا مستر، أيوه، بس هو بيقول لك لأهداف الجمعية. يبقى هنا علشان مش خدمة المجتمع، أهداف الجمعية، والجمعية ديت تعتبر مؤسسة لوحدها في المجتمع، يبقى هي جماعة. خلاص. طيب السؤال اللي بعد كده، قال آلين فهم الإنسان لسلوكه وأفكاره ومشاعره بدرجة تسمح برسم استراتيجية لمواجهة الضغوط ومطالب الحياة. يعكس القول السابق أهمية إحدى العمليات الاجتماعية، هي عملية إيه؟ تمام. رسم استراتيجية لمواجهة الضغوط. لسه قايلين رسم لمواجهة الضغوط. خلاص. تقول لي ده تنافس؟ أقول لك لا، إزاي إن أنا أواجه الضغوط، إن أنا يعني أتعامل معاه، يبقى ده إيه؟ تكيف. خلاص. طيب السؤال اللي بعد كده، يصفها نعيم حبيب بأنها عملية تفاعلية بين أفراد وجماعات نحو تحقيق هدف أو قيمة معينة يتحرك الفرد من خلالها، يؤدي أفعال معينة بين أطراف غير متكافئة. أطراف غير متكافئة. تقول لي التنافس؟ أقول لك لا، التنافس لازم يحدث بين أطراف متكافئة، إنما ده بيحصل ما بين أطراف غير متكافئة، يبقى ده إيه؟ صراع. تمام. يبقى خلي بالك أهوت، قال لك بيحدث ما بين أطراف غير متكافئة، خلي بالك من أطراف غير متكافئة. يبقى التنافس بيحصل من أطراف متكافئة، إنما اللي بيحصل ما بين أطراف غير متكافئة هو إيه؟ الصراع. طيب نيجي للسؤال اللي بعد كده، التجريب الأول 2021، قال شاعر النيل حافظ إبراهيم: هذه يدي عن بني مصر تصافحهم فصافحوها تصافح نفسها العرب، فما الكنانة إلا الشام وعاج علي ربعها من بنيها سادة نحب. طيب وعشان الخط صغير يمكن بس ما كنتش عارف اقرا شويه، بس يعني المهم تعكس الابيات السابقه احدى العمليات الاجتماعيه، وهي انهي عمليه؟ خلاص. هو بيقول تصافح يدي. خلاص. هذه يدي عن بني مصر تصافحكم. المصافحه تدل على الايه؟ التعاون. بمد ايدي ليكم، يبقى دي تدل على الايه؟ على التعاون. خلاص. طيب السؤال اللي بعد كده،
تعمد بطل الجودو العالمي المصري محمد رشوان الخسارة أمام الياباني ياسوهيرو ياماشيتا بطل العالم الذي كان مصابا في المباراة النهائية في أولمبياد لوس أنجلوس عام 1984. ورفض رشوان أن يستغل إصابة خصمه وفضل أن يخسر الميدالية الذهبية بشرف على أن يفوز بالمركز الأول بالخسة لينال محمد رشوان احترام وتقدير العالم ويشيد من موقفه النبيل جميع وسائل الإعلام. طيب ده بيدل على إيه؟ ده شخص بيتكلم طبعا تنافس، لأن هنا الراجل فضل إن يكون التنافس ما بين أطراف متكافئة، فحس هنا إن الطرف اللي قدامه غير مكافئ له، فقالك لأ أنا مش هلعب بطريقة غير مشروعة ويكون في عدم تكافؤ، والتنافس بيدل على التكافؤ، يبقى دي العملية الاجتماعية هي إيه؟ التنافس. تمام؟ طيب الدور الأول مصر 2021 قال رأفت عبد الجواد وهي عملية امتصاص وهدم الأفراد عن العناصر الثقافية. هضم وامتصاص، يبقى ده إيه؟ خلي بالك بقى، يبقى احنا برضو خلي بالك من الحتة ديت. هضم وامتصاص العناصر الثقافية، هضم وامتصاص العناصر الثقافية دهيت، خلي بالك من الجزئية ديت. هضم وامتصاص العناصر الثقافية دي، حتة هضم وامتصاص دي يعني ايه؟ يعني تكيف. انا في حتة تطبيع بالبالك، بتطبع يعني ايه؟ يعني بهضم وامتص العادات والتقاليد، يبقى فيها ايه؟ تكيف. طيب تعالى بعد كده نشوف الأسئلة اللي بعد كده. الدور الأول مصر 2021 قال الروائي المصري العالمي نجيب محفوظ إنني أحب عملي أكثر من حبي لما ينتج عنه. أنا مكرس له بغض النظر عن نتائجه مع الآخرين. حب العمل ده يعتبر إيه؟ تنافس. خلاص، بغض النظر عن نتائج الآخرين، يعني هنا كده أنا ببص لعملي مش ببص لغيري، يبقى أنا كده يعني هنا العبارة بتدل على التنافس، لأن حب العمل بتدل على التنافس. خلاص، يعني خلي بالك برضو لو اتكلمنا عن حب العمل والتركيز في العمل يبقى احنا بنتكلم عن ايه اهو، يبقى احنا بنتكلم عن حب العمل ده يبقى ايه؟ تنافس. طيب السؤال اللي بعد كده قال ألان عملية تتم من خلال الأفراد الذين يحاولون المحافظة على الانسجام والاستقرار والعلاقات السليمة مع بيئتهم الجديدة. طيب القول السابق بيعكس أحد العمليات الاجتماعية، هي عملية إيه؟ بيقول عملية تتم من خلال الأفراد الذين يحاولون المحافظة على الانسجام والاستقرار، يبقى ده إيه؟ انسجام واستقرار، يبقى ده إيه؟ انسجام واستقرار. تمام؟ انسجام واستقرار، يبقى ده إيه؟ يبقى ده تكيف. من الأقوال المقصورة اجتماع السواعد يا ابني، اجتماع السواعد. خلاص، يعني في تكاتف، يبقى ده إيه؟ يبقى ده تعاون اجتماعي. طيب السؤال اللي بعد كده انتقل أحد الأطباء الماهرين في العمل إلى العمل بمنطقة نائية، ورغم صعوبة سبل الحياة هناك تقبل الظروف، وشجع بعض زملائه على الانتقال معه وأقاموا مركزا طبيا ناجحا. تمام. طيب دي وظائف التكيف الاجتماعي الإيه؟ التقديرية ولا التوافقية ولا التسارعية ولا التنافسية؟ التكيف طبعا هو توافق، يعني هو بيدل على توافق، يبقى وظيفته توافقية. يعني سؤال سهل خالص، ده سؤال بيقول لك يعني خد درجة، يعني خد درجة حل تكيف عن توافق. الدور الأول مصر 2022 يرى أوجبرون وينميكوف أن المجتمعات المتقاربة تعطي للأفراد والجماعات فرصة أفضل للتفاعل معا ولتحقيق الأمن والحصول على مكانة اجتماعية أفضل. تمام. فهو بيقول إيه؟ المجتمعات المتقاربة، تمام كده، للتفاعل معا وتحقيق الأمن، تفاعل معا وتحقيق الأمن للتفاعل معا، التفاعل معا وتحقيق الأمن، فده إيه؟ تعاون. طيب السؤال اللي بعد كده الدور الأول مصر 2022 يقول أحمد عبد الجواد هي عملية محببة للنفوس لأنها تؤدي إلى انطلاق القوى الكامنة. لسه قايلينها انطلاق القوى الكامنة ديت، يعني إيه؟ انطلاق القوى الكامنة لسه قايلينها اللي هي إيه؟ التنافس. طيب السؤال اللي بعد كده فرضت الظروف العامة على أحد الشباب أن ينتقل لمحافظة أخرى بعيدا عن أسرته، فقام بتحديد قدراته ووضع أهداف وسعى الوصول إليها بوضع استراتيجية لمواجهة الوسط ومطالب الحياة. راجل بينتقل بيئة جديدة فهو بيحط استراتيجية عشان يواجه الظروف ومطالب الحياة اللي موجودة، يبقى هو ده هنا إيه؟ وضع استراتيجية لمواجهة الوسط ومطالب الحياة، يبقى احنا بنتكلم عن إيه؟ عن التكيف. تمام. طيب تعالوا بقى نبص على السؤال اللي بعد كده. السؤال اللي بعد كده وهو ايه؟ الدور الثاني مصر 2022 بيقول نظمت جمعية الهلال الأحمر المصري دورة تدريبية لمجموعة من الطلاب المدارس للعمل له على تكوين فرق داخل مدارسهم تقوم بنشر ثقافة حماية البيئة من التلوث لمنع انتشار الأوبئة والأمراض. تمام. طيب احنا هنا بنتكلم عن ايه؟ عملية من العمليات ديت، دورة مجموعة طلاب للعمل معا تكوين فرق داخل تقوم بنشر ثقافة حماية البيئة من التلوث. احنا أكيد طبعا بنتكلم عن التعاون، يعني مفيش هنا حاجة بتدل على التنافس ولا التكيف، يعني حاجة لخدمة المجتمع، يبقى دي طبعا بنتكلم عن التعاون. تمام. طيب
السؤال اللي بعد كده، التجريبي الأول من مصر 2023. ذكر الدكتور أشرف أيوب تجربته الناجحة في الحياة والعمل في اسكتلندا بعد أن صدم في البداية من قسوة البرودة وعدم وجود المناظر الخلابة التي تعرض في الصور فقط، إلا أنه أصبح أستاذا بالجامعات هناك. يعني ده معناه أن هو تجربته الناجحة في الحياة والعمل. طيب هو كان بيقول طالما شاب بنتكلم هنا عن ظروف البيئة الجديدة، وفي بيئة جديدة الشخص انتقل ليها، وبيتكلم عن ظروف صعبة والكلام ده كله، وهو قدر ان هو يتعامل، يبقى ده تكيف. يبقى ده ايه؟ تكيف. طيب نخش على السؤال اللي بعد كده. التدريب الأول مصر، وده بنتكلم هنا عن سؤال مقالي. بص السؤال المقالي جاي ازاي. تم إطلاق مبادرة مستقبلنا رقمي FWD التي تهدف إلى تقديم منح لتدريب 45 ألف شاب لتحسين مهارات التكنولوجيا لديهم لتمكنهم من القدرة على التباري بنجاح للحصول على وظائف في مجال الأعمال الرقمية. يعكس المثال السابق أحد المناطق الاجتماعية، اكشف عنها مدعما إجابتك بمثال من عندك. ده بيدل على إيه؟ بنمكنهم، بندربهم علشان يقدروا ان هم ينجحوا في سوق العمل اللي كله تكنولوجيا. يبقى انا كده طالما برضو اتكلمنا عن التدريب والتعليم، يبقى احنا بنتكلم عن التكيف. بنتكلم عن ايه؟ عن التكيف، عشان نقدر نتكيف مع العصر لتمكينهم من القدرة على التباري بنجاح الحصول على وظائف في مجال الاعمال الرقمية. خلاص، يبقى احنا بنتكلم عن ايه؟ عن التكيف. طيب مثال على التكيف، قلنا امثله كتيره، نقدر نحط امثله كتيره. شخص بينتقل لبيئه جديده، او شخص آه جات له فرصه عمل للعمل في احدى الدول العربيه، ووجد ظروف صعبه، ولكنه اخذ ان هو يتعامل ووضع استراتيجيه لمواجهه الايه الظروف الغريبه، وعرف يتعامل معاها. ده مثال من عندك، اي مثال سهل. طيب السؤال اللي بعد كده، تقول الدكتورة أسمهان ماجد طاهر أن مفهوم المواطنة يتمثل في معرفة الفرد حقوقه وواجباته التي تحكم وتقيس تصرفاته تجاه المجتمع الذي يعيش فيه. نستخلص من القول السابق أحد الأساليب المقترحة لمواجهة الصراع الاجتماعي، وهو إيه؟ تمام؟ هل تحقيق الأهداف بطريقة مشروعة، ولا التوافق بين أطراف المجتمع، ولا التوافق بين المصالح العامة والخاصة، ولا تحقيق العدالة الاجتماعية المشروعة؟ بتقول إن مفهوم المواطنة يتمثل في معرفة الفرد حقوقه وواجباته التي تحكم وتقيس تصرفاته تجاه المجتمع الذي يعيش فيه. يبقى هنا مش نحقق أهداف بطريقة مشروعة، ولا توافق بين أطراف المجتمع، ولا تحقيق العدالة الاجتماعية. هنا التوافق بين المصالح العامة والمصالح الخاصة. طيب ليه؟ عشان بيقول لي المفهوم المواطن يتمثل في معرفة الفرد حقوقه وواجباته التي تحكم وتقيس تصرفاته تجاه المجتمع. خلاص، يعني الفرد يعرف اللي ليه واللي عليه، وطالما ما يعرف اللي ليه واللي عليه، يعني احنا بنوفق ما بين مصالحه الخاصة والمصالح العامة بتاعت الايه؟ المجتمع. يعني لا يضر المجتمع ولا يضر نفسه. تمام؟ طيب السؤال اللي بعد كده، الدور الأول مصر 2021. قال ابن رشد: من العدل أن يأتي الرجل من الحجج لخصومه مثل ما أتى به لنفسه. تمام؟ استخلص من القول السابق إحدى طرق مواجهة الصراع الاجتماعي. تمام؟ طيب إيه هي؟ برضو هي التوافق بين المصالح العامة والخاصة. طيب ليه؟ لأن أنا هنا بحاول أشوف لخصمي الحجج بتاعته، تمام، زي ما انا بشوف لنفسي حججي. تمام، ان يأتي الرجل من الحجج لخصومه بمثل ما اتى به لنفسه. يعني هنا كده بنقول توفيق بين المصالح العامة والخاصة. يعني هي زي فكرة تشبيه كده، انك انت بتحب الخير لنفسك زي تحب الخير لغيرك، عفوا، زي ما بتحب الخير لنفسك. يعني مصلحتك الخاصة زي المصالح الايه؟ العامة. طيب السؤال اللي بعد كده، الدور الثاني مصر 2021. يوضح عبد الله حسين الزعبي رأي درقيم في تخفيف السلوك العدواني في المجتمع أنه لابد أولا من تحديد أهداف الفرد، ثم بعد ذلك البحث عن الوسائل والأساليب التي تحققها، ويكون ذلك من مهمة التنظيم الاجتماعي. هو بيقول لك اهوت تحقيق الأهداف وتبحث عن وسائل تحقيق الأهداف، واضحة خالص أهو. يبقى تحقيق الأهداف بطريقة مشروعة، ده سؤال بيقول لك يعني انجح فيه، خد فيه درجة. الدور الأول مصر 2022. يقول جون هنري: دعنا نتصرف بما تملكه ما دمنا لا تملك ما دمنا لا تملك ما كنا تتمناه. يعني ايه؟ يعني احنا خلينا نتصرف باللي في ايدنا طالما احنا مش في ايدنا اللي احنا نتمناه. خلاص، يبقى احنا هنا بنتكلم في ايه؟ نتصرف باللي في ايدنا، يعني نستخدم باللي في ايدنا. يبقى نتصرف علشان نحقق، هو بيتكلم عن التمنيات او الاماني وازاي نستخدم اللي في ايدنا، يبقى نحقق الاهداف بطريقه ايه؟ مشروعه. تمام. طيب
السؤال اللي بعد كده، الدور الثاني مصر 2022، بيقول الدكتور أحمد جلول: هناك عملية تحدث بين طرفين أو شخصين أو أكثر من أجل الوصول لهدف مقصود، وذلك عن طريق بذل أقصى جهد وتنشيط الأفراد من أجل بلوغ هدف بطريقة موضوعية بعيدة عن العنف. ده طبعا تنافس معتدل، وطبعا ده تنافس. تمام. طيب السؤال اللي بعد كده وده آخر سؤال في الفصل، يقول: ثم الأكويني: لو كان الهدف الأعظم للقبطان هو الحفاظ على سفينته من الغرق لأبقاها في الميناء. طيب يبقى احنا كده بنستخلص من القول السابق أحد الأساليب المقترحة لمواجهة الصراع. إيه؟ تحقيق العدالة، ولا تحقيق الأهداف بطريقة مشروعة، ولا التوافق بين المصالح العامة والخاصة، والتوافق بين طوائف المجتمع؟ هو بيقول لو كان الهدف الأعظم للقبطان هو الحفاظ على سفينته من الغرق لإيه؟ لأبقاها في الميناء. يعني إيه؟ يعني مش الفكرة إن أنا أحافظ على حاجتي، هي الفكرة ان انا ايه، ان انا كمان اوصل الناس اللي معايا لبر الامان. يبقى في توفيق بين المصالح العامة والمصالح الايه، الخاصة. يبقى يا شباب كده في الجزئية بتاعت المقترحات للتغلب على الصراع ديت، المقترحات ديت امتى بنختار التوافق بين المصالح العامة والخاصة؟ ولا العبارات فيها تشبيه او فكرة بتدل على ان الشخص مش دايما بيبص لمصالحه الشخصية، او الشخص دايما بيحاول ان هو يبص لغيره زي ما بيبص لايه، لنفسه، او مش دايما بيحاول ان هو يحرص على تحقيق مصالحه هو، او يبص على حاجته هو. يبقى ده ايه؟ ده كده توافق بين المصالح العامة والخاصة. والحته بتاعت اهداف مشروعه، لو اتكلمنا عن التمنيات والاحلام، واللي استخدم اللي في ايدك، واستخدم الوسائل، واستخدم اللي تقدر عليه عشان توصل للي انت عايزه، كل ده يبقى تحقيق ايه، الاهداف. انما لو اتكلمنا عن حاجه شخصيه، والشخص دايما بيحاول ان هو ما يقفش عن مصالحه الشخصيه، يبقى احنا بنتكلم عن توفير المصالح العامه والمصالح الايه، الخاصه. تمام كده. تعالى بقى نخش في الفصل الرابع، وهو الظاهرة الاجتماعية. ايه هنا؟ ده هيجي هنا سؤال غالبا. طيب السؤال هنا هو طبعا يعني هيجي فيه سؤال اكيد، والسؤال هنا اكيد في خصائص الظاهرة الاجتماعية. ايه هي الظاهرة الاجتماعية؟ هو حدث اجتماعي منتشر، آه بيفرض نوع من الالزام على الافراد، اللي هو لازم ان احنا نعمله يعني، او لازم يكون موجود عند الافراد. خلاص. طيب زي العادات والتقاليد والمعتقدات، كل دي ظواهر اجتماعية. من خصائص الظاهرة الاجتماعية 7 خصائص عندنا. تلقائية. يعني ايه تلقائية؟ يعني الظاهرة بتطلع بشكل تلقائي. يعني ايه بتطلع بشكل تلقائي؟ يعني محدش بيخطط لها. يعني لو اتكلمنا ان هي لا تحدث بتخطيط مسبق، يبقى ده ايه، تلقائية او عفوية. خلاص. فهي عفوية تنشأ نتيجة انصهار واتحاد مصالح الناس واتفاق رغباتهم وأنماط العمليات الاجتماعية. خلاص. والتفاعل والصراعات والتنافس لا نشعر بها، تظهر بواحد من العقل الجمعي أو الضمير الجمعي أو اتفاق جمعي. يعني من اتفاق الجمعي الناس اتفقت على إن هم يعملوا كده. تمام. زي مثلا كده الاحتفاليه او التقليد بتاع مثلا ان العروسه بتلبس الفستان الابيض والعريس بيلبس مثلا البدله والكلام، هي جت كده. خلاص. من اتفاق الناس، محدش خطط، محدش قال احنا عايزين بعد كده يبقى في كذا وفي، محدش خطط لحاجه زي كده ان ده يحصل ويبقى منتشر ويبقى ده متعارف عليه عند الناس. لا، هي بتيجي كده عفويه. خلاص. طيب شيئيه، يعني موضوعيه، يعني مستقله عن الافراد. يعني لو الناس ماتت، الظاهره الاجتماعيه مش بتموت معاهم، ولو الناس تانية اتولدت، الظاهره الاجتماعيه مش بتتولد معاهم. زي اللغه، زي برضو العادات، زي اساليب الاحتفال، لا هي بتتولد مع ناس جديده ولا هي بتموت مع الناس اللي ماتت. هي بتفضل موجودة والناس بتمارسها على طول. خلاص. في موضوعية معناها ايه؟ واقعية، مستقلة عن الذوات، مستقلة عن الذات، خارجة عن الذات، خارجة عن التجسدات الفردية، خارجة عن شعور الفرد، لا تولد مورد الفرد ولا تفنى من فنائه. تمام. وبتساوي كلمة شيئية، بتساويها موضوعية وبتساويها مستقلة برضو، تخلي بالكم. طيب بعد كده عمومية، قابلية للقياس. يعني ايه؟ يعني ان الظاهرة الاجتماعية اقدر اعدها، اقدر احصيها، اقدر اقيسها. تمام. زي اقدر اعدها كده زي اي حاجة بنعدها. اه اقدر اعدها. تمام. يعني زي الاسرة، اقدر اعد كام اسرة في مصر. تمام. اذا هنا القابلية للقياس، العمومية، الانتشار. فالظاهرة الاجتماعية عامة ومنتشرة عند معظم أفراد المجتمع، فهي عشان هي منتشرة فهي قابلة للقياس، عادة تتكرر خلال فترة طويلة من الزمن، قابلة للإحصاء والقياس، ملاحظة أقدر أشوفها، أقدر أعدها، وتظهر في صورة واحدة لحد ما، منتشرة بين جموع وغالبية أفراد المجتمع، يمكن مقارنتها بغيرها. كل ديت مفاتيح وألفاظ بتدل على إنها إيه، عامة ومنتشرة أو قابلة للقياس. يعني ممكن يبدل لك، بدل ما يقول لك عمومية يقول لك إيه،
قابلة لإيه؟ للقياس. تمام كده؟ طيب تاريخية، يعني ايه تاريخية؟ يعني الظاهرة الاجتماعية بتبقى جزء من تاريخ المجتمع، جزء من تراث المجتمع. خلاص، زي العادات والتقاليد، يعني مثلا زي عادة شم النسيم او اكل الفسيخ عند المصريين مثلا. خلاص، لو هتعرف ان دي عادة اصلا مصرية قديمة من العادات المصرية القديمة. المصريين القدماء كانوا بيعملوا ايه؟ ما كانش فيه لا تلاجات ولا مبردات. خلاص، فكانوا بيحاولوا يحفظوا الاكل في الملح، فكانوا بيملحوا السمك. تمام. ف العادة دي فضلنا نتوارثها لحد ما بقينا خلاص ان احنا لازم نملح السمك، ويبقى احنا عندنا الاكل المملح او الفسيخ او ايا كان الاسماك المملحة اللي بناكلها في شم النسيم وهكذا. خلاص، هي عادة مصرية قديمة. تمام. طيب، بس الفكرة كلها ان هنا العادات ديت اصبحت جزء من التراث، من هوية المجتمع، من تراث المجتمع، من تاريخ المجتمع. عشان كده بتقول ان الظاهرة الاجتماعية تمثل تراث للمجتمع، تراث ثقافي، بتمثل فترة من حياة المجتمع. خلاص، فاتكلمنا عن التراث الثقافي، اتكلمنا عن الطقوس، اتكلمنا عن العادات والتقاليد القديمة، اتكلمنا عن فترة ماضية معينة في حياة المجتمع. الظاهرة كانت موجودة فترة ماضية مثلا في أحد المجتمعات، زي المعابد، السيوف، الأهرامات، لبس الطربوش، لبس العقال، كل الحاجات دي كلها فترة من حياة المجتمع، تراث من المجتمع. طيب، الظاهرة الاجتماعية النسبية، يعني ايه نسبية؟ يعني متغيرة، تخضع لأثر الزمان والمكان، بتتغير. يبقى تخضع لأثر الزمان والمكان، تختلف من مجتمع للآخر، ديناميكية. خلاص، متغيرة، بمعنى انها تتحرك نحو الأفضل. خلاص، بتتغير، بتتنوع، بتختلف من مجتمع لآخر. تمام، كشكل الزواج. طيب، نقول مثلا عادات معينة، يعني مثلا ممكن حاجة زي مثلا شرب الخمور. الجماعة مثلا عند المسلمين أو عندنا كمسلمين، أو شرب الخمور عند المسلمين محرم، ده غلط. تمام، عند غير المسلمين مش محرم، أو عادي يعني، أو الجماعة الأوروبيين أو أيا كان الثقافة بتقول إن هو عادي. خلاص، إذا احنا هنا بنتكلم عن إيه؟ عن عادة نسبية بتختلف من مجتمع لآخر. طيب، تاخد الأثر الزمان، زي مثلا زمان كنا بنلبس الطربوش، او المصريين كانوا زمان جدا في الافلام القديمه بيلبسوا الطربوش، ما عادش في حد بيلبس الطربوش ليه؟ خلاص. تمام. اذا هنا كده هي كانت بتمثل فتره من حياه المجتمع، بس اتغيرت، الدنيا اتغيرت. تمام، فمبقاش في ده موجود. الجبر والالزام بعد كده، الخاصيه اللي بعد كده الجبر والالزام. القاهره، يعني نقدر نقول جبر والالزام يعني ايه؟ يعني قاهره، يعني امره. خلاص، قاهره او امره او اداه ضبط اجتماعي، او بتفرض نفسها على الافراد. يعني ايه الظاهره الاجتماعيه ملزمه؟ يعني بتلزم الافراد ان هم يسلكوا وفقها. زي ايه؟ يعني مثلا ما يجيش ان انا مثلا حد عايز يتزوج او يتقدم لواحده يقول لك لا، انا مش هجيب شبكه مثلا، او انا مثلا مش هكتب الكتاب مثلا، او مثلا مش ه... مش هعمل فرح او هعمل اشهار، مش هينفع. ده عادات اجتماعيه، وبتدخل من ضمن العقيده في بعض الاحوال. خلاص، انك لازم تعمل ده، ما ينفعش ما تعملش ده. خلاص. طيب، اذا هي اداة ضبط اجتماعي، لازم عايز حاجة معينة، فانت بتخضع لعادات معينة اللي هي الظاهرة الاجتماعية. تمام. اذا هنا كده بنقول بتخضع الافراد، يبقى تفرض نفسها على الفرد، اداة ضبط اجتماعي، تتعرض للعقاب والجزاء المادي والمعنوي ومعاقبة من يخالف. يبقى احنا اتكلمنا عن العقاب والجزاء، يبقى احنا بنتكلم عن ايه؟ جبر والالزام. اتكلمنا عن ظاهرة اجتماعية آمرة قاهرة، يبقى احنا بنتكلم عن الايه؟ عن الجبر والالزام. طيب، الخاصية اللي بعد كده مترابطة، يعني الظاهرة الاجتماعية بتأثر في بعضها البعض، لا يمكن تفسيرها بشكل مستقل. ما ينفعش أدرس الاقتصاد منعزل عن الجانب الاجتماعي، منعزل عن الجانب التربوي، منعزل عن الجانب الإنتاجي، منعزل عن الجانب الصناعي، لا يمكن عزلها عن الظواهر الأخرى. تمام. تعالوا بقى نشوف أسئلة الامتحانات في الجزئية دي أو الدراسة في درس الظاهرة الاجتماعية. السؤال الأول بيقول إن طريقة انتقال أساليب تربية الآباء للأبناء والتقاليد والعادات والغذائية والسلوكيات المتعلقة بالصحة العامة تجعلنا لا نشعر بها سواء ونحن نستقبلها أو عندما ندرب أبنائها. يبقى إن تجعلنا نشعر بها زي ما احنا قلنا لسه في المفاتيح، يبقى ده إيه؟ تلقائية. يبقى خلي بالك أهوت، قالك إيه؟ تجعلنا لا نشعر بها. تمام. يبقى لما أجي قالك تجعلنا لا نشعر بها، دي يعني إيه؟ يعني تلقائية. طب تعالى بص على السؤال التاني. يقول إيميل القيم: حين أقوم بالتزاماتي كأخ وأب، أو حين
أوفي بتعاقداتي، فإنني بواجبات، فإنني فإنني أقوم بواجبات لم أحددها بنفسي. تمام. أو لم تحددها أفعالي ولكنها محددة لي سلفا في القانون وفي العرف وفي العادات الجمعية. محددة لي سلفا في القانون أو العادات أو العرف. هو شيئية. طب هو ليه شيئية؟ عشان قالك لم أحددها بنفسي، هي أصلا متحددة لي. يعني ده مستقل عن افعالي وتصرفاتي وشخصيتي الذاتيه. يبقى هشوف قالك ايه بقى، خلي بالك قالك ايه، لم احددها بنفسي. هنا كده يعتبر مفتاح الاجابه اهوت. قالك فانني اقوم بواجبات لم احددها بنفسي، عشان كده اخترنا شيء. في الدور الاول مصر بيقول لك يقول ليو تولستوي القوانين الاخلاقيه تثأر لنفسها اذا اردنا انتهاكها. بص الفكره بتاعت السؤال، تثأر لنفسها. شوفوا بقى اسئله الامتحانات، تثأر لنفسها يعني ايه؟ تثأر لنفسها اذا تم انتهاكها. يعني هنا كده الظاهره الاجتماعيه بتعرض الافراد للجزاء والعقاب لو حد خالفها، اللي هي الجبر والايه والالزام. تمام. طيب تعالى بص بقى على السؤال اللي بعد كده. يقول الدكتور عادل بن عائض المغزاوي ظاهرة الصقر في المجتمعات العربية تشكل بعدا ثقافيا، أما في المجتمعات الغربية تشكل جريمة. يبقى هي بتختلف. يعني في المجتمعات العربية كانت ممكن تكون صقر حاجة حلوة، حاجة ده جزء من الثقافة. إنما في أوروبا يقول لك لا ده جريمة، صقر إيه ده جريمة. يبقى بتختلف من مجتمع لآخر. يبقى هنا كنا بنتكلم عن إيه؟ عن النسبية. تمام. طيب تعال نبص على السؤال اللي بعد كده. عرف ابن خلدون الظاهرة الاجتماعية بأنها عوارض نتاج العمران البشري والعمليات الاجتماعية كالتعاون والتنافس والصراع. يبقى هنا بيقول لك ايه؟ عوارض نتاج العمران تنشأ عن طريق التفاعل والعمليات الاجتماعية، لسه قلناها. خلاص. يبقى احنا بنتكلم عن ايه؟ عن ظاهرة الاجتماع لأنها ايه؟ تلقائية. خلي بالك اهوت، ركز فيها. نتاج العمران والعمليات الاجتماعية. يبقى احنا لو اتكلمنا عن ظاهرة اجتماعية نتاج العمران، نتاج الصراع، نتاج التعاون، نتاج عمليات، يبقى احنا بنتكلم عن ايه؟ عن التلقائية. خلي بالك في الجزئية دي. طيب تعالوا نشوف الجزئية اللي بعد كده او السؤال اللي بعد كده. واحنا هنا بنتكلم عن السؤال الدور الثاني مصر 2022. بيقول ايه السؤال ده؟ بيقول هنا أكد دوركهايم على أن الظاهرة الاجتماعية تظهر على مسرح المجتمع. نمسح بس الحتة دي. على مسرح المجتمع برضا من ضمير المجتمع ونتيجة لانصهار رغبات الأفراد، نتيجة لانصهار. خلي بالك لما يجي يقول لك الظاهرة الاجتماعية غالبا بقى، يعني غالبا كده يقول لك إن الظاهرة الاجتماعية بتظهر نتيجة تظهر في نتيجة، أو الظاهرة الاجتماعية من نتاج العمران نتيجة لكذا. يبقى أنت ممكن تفكر بشكل تلقائي فين؟ في التلقائية. تمام. برضا من ضمير المجتمع اللي هو الضمير العقلي او الضمير الجمعي او العقل الجمعي. خلاص. ونتيجة الافراد رغبات الافراد وارادتهم مع بعضهم البعض. يبقى ده ايه؟ تلقائية. في كذا جزئية في المقولة دي بتدل على التلقائية. اولا ضمير المجتمع اللي هو ضمير العقل الجمعي. تمام. انصهار الرغبات اتحاد رغبات الافراد. تمام. يعني انصهار يعني اتحاد الرغبات، يبقى دي تلقائية. وقالك نتيجة كمان، يبقى دي تلقائية هي. تمام كده. طيب تعال نشوف السؤال اللي بعد كده، هو آخر سؤال. تختلف الملابس العسكرية عبر العصور، فنجد ملابس الفراعنة مختلفة عن ملابس الإيه؟ الممالك الممالك والملابس في عصرنا الحالي مختلفة عنهم أيضا. خلاص. طيب تقولي دي كده يا مستر نسبية وش لو كانت موجودة، انما هي مش نسبية. خلاص. مفيش هنا نسبية. قالك ترابطية ولا تلقائية ولا شيئية؟ مفيش هنا ترابطية لأن هنا بقولك تختلف. مفيش هنا تلقائية لأنه بقول مثلا إن الملابس دي متظهرش نتيجة لحاجة. ومفيش هنا كمان شيئية. هنا طبعا تاريخية لأن هنا بيتكلم عن فترات تاريخية. اللحظة التاريخية بتاعة الملابس العسكرية في العصر الفراعنة غير الملابس. يعني هو بيقول لك إيه؟ إن أشكال الملابس اختلفت باختلاف العصور، فدي طبعا بتدل على التاريخ إنها مثلت فترة من حياة المجتمع أو فترة من العصر. يبقى دي طبعا فترة تاريخية، فديت الجزئية بتاعت خاصية تاريخية. عرفنا كده، فهمنا ازاي هنحل، او عرفنا الفصل ده او الوحدة الاولى كده خلصناها. تمام. في الفيديو الجاي ان شاء الله هيكون في ايه؟ هيكون في الباب التاني في علم الاجتماع 4 فصول. طيب احنا قلنا هنعمل ايه؟ احنا قلنا ان انت بتنزل ملف الPDF خلاص اللي هو بتاع الاسئلة.
تشوف الشرح تسمع، وبعد كده بتحل معايا مثلا 3 4 5 6 أسئلة، وبعد كده بتحل انت من نفسك الأسئلة وتشوف وتراجع وتصحح الإجابات بتاعتك. ان شاء الله هتلاقي الدنيا بقت معاك كويسة جدا.